عم جمال طبعا من الناس اللي لهم ذكريات مع رمضان جميله جدا، عاش ازهى عصور رمضان اللي لها عبق تاريخي. يمكن من حوالي كام سنه عم جمال؟ تعتبر مرحله الطفوله بتاعتك؟ لا 35 او 38 سنه كده. 38 سنه. كنا ساكنين في شارع جامع السهرايه. تمام. جامع السهرايه ده كان له طابع خاص جدا بقى. كان بيجمع ناس يعني ايه ائمه ومشايخ البلد كلها. تمام. من اول جامع السهرايه كده، من اول خلط صنع لو تسمع عنها. تمام. وانت طالع بقى بتلاقي الشيخ سيد الرفاعي والشيخ محمد الرفاعي والشيخ عبد الحميد الشحيمي، الشيخ محمود الشويمي الله يرحمه، والحاج عبد الفتاح سمنه، الشيخ جواري الله يرحمه، الشيخ عبد الفتاح السيد، الشيخ عبد الحميد، الشيخ عبد الحميد الشحيمي ما قلنا ناس عمالقه وكبار بقى. من النوادر بتاعت الشارع ده بقى ان احنا كلنا كان في الطاحونه، لو تفتكر الطاحونه انت كنت معانا في الشارع. الطاحونه بقى بس كان بيتقال عليها كلفظ تاني ما ينفعش اقوله، يعني كنا الشباب الصغير والاطفال كانوا يخافوا يعدوا من قدام الطاحونه عشان كان بيتقال لفظ كده مش ينفع اقوله يعني عليها. كان بيتحكي عليها شويه حاجات تقول لك ان في جنيه وفي مش عارف هم ايه حديد او حاجه زي كده، واخد بالك. كان من ضمن الذكريات بقى في رمضان في الشارع دهوت، واخد بالك، كان ايه في جامع السهرايه كان حاجه اسمها الدخيره. الدخيره دي بتبقى عباره عن ايه بقى؟ كنا شباب صغير كده في 10 11 سنه او اكتر او اقل. كنا طبعا الصيف بيبقى شاق جدا، كان بيبقى في شهر يوليو كده، كان بيبقى صعب جدا. انت بالنسبه لك بتبقى في الصيام عايز كل حاجه بتشوفها بتبقى ايه متخيل ان انت هتاكلها او هتشربها وبتاع، فكنا نجيب كيس صغير كده كل حاجه تعجبنا نحطها فين؟ في الكيس نحطها في الكيس ونبدا بقى. اول ما نبدا العصر نخش نصلي العصر فين؟ في مسجد السهرايه. كان في عم محمدي لو تفتكروا او الشيخ او حد تاني بس ناسي اسمه. نخش نشطف في الدش جوه ونخرج نقعد بقى، نقعد نترص كده من اول دورة الميه لحد دكان سمير الميزان كده حاليا، صف واحد كده زي المعزه وقصد كل واحد من بعد العصر كده. دي بيقعد بقى الطفل ده قاعد بالحاجه اللي بيحبها كلها اللي مخزنها في الكيس على مستني لحظه اذان المغرب. تمام. اول ما يبدا المغرب بقى كل واحد يبتدي يحط ديله في اسنانه وبيجري في اتجاه بيته باغنيه كانت مشهوره جدا في الدخيره، كنت فين يا سميره، حاجات كده كانت في الكوريه كده بس مش عارف حافظها بالظبط. تمام. كنا كده يعني نقضي طول الشهر. بس كان المسجد الوحيد اللي بيتعمل فيه الدخيره دي هو مسجد جامع السهرايه بس في ناحيه كلها. الدخيره يقال ان هي لفظ قريب من كلمه الذخيره وتحرفت. الذخيره اللي هي مدفع رمضان لما كان بيشتغل بالذخيره، فده دليل على دان يعني. لا هو انا مش متعلم او لحد علم الذخيره او الذخيره او التحليل اللي حضر لي حالا يعني ان هو كل ما تدخره الفرد اللي هو صايم للحظه الفطار. تمام. ده برضه تفسير ده تفسير انا اللي انا اقدر ان كل واحد بيدخر كل ما الشيء بيحبه في كيس، بيدخره في كيس من سن لحظه انطلاق الايه؟ المدفع. تمام. كان في حاجه بقى كنت عايز اقول لك عليها، كانت حاجه جميله جدا، الا وهي اللي هي بقى ايه منطقه جامع السهرايه. طبعا سيبك من الناس الموجوده حاليا. تمام. سكان مسجد سكان مسجد السهرايه دلوقتي ما لهمش علاقه بتاريخ الشارع ده خالص نهائي. تمام. يعني كل اللي بتشوفهم دول ابتداء من دلوقتي من سيدي عبد المجيد لحد ما تنزل لحد مؤنس والناس دي ما لهمش علاقه اطلاقا بالشارع، ما كانوش هم الاسماء، ما لهمش علاقه بتاريخ المنطقه دي خالص. المنطقه دي يا سيدي الفتره بتاعتنا حكاها لك حكاوي ظريفه جدا بقى. تمام. بس هي يا ريت تبقى تركز معايا. ضرب رصاصيه ده الشارع ده كان اسمه ايه؟ ضرب رصاصيه اللي هو شارع جامع السهرايه. الناس الموجوده حاليا في الوقت الحالي كل دول وافدين على ما لهمش علاقه بالتاريخ. الوحيد اللي يعتبر من الشارع حاليا من اهل الشارع فعلا من فتحي الميزان، بيت الرفاعي، فتحي عينيش، حسن خليل عيسى، بيت الطويل، بيت الشحيم. الشارع ده بس كان بيبدا من بقى كده وانت جاي من عند سيدي عبد المجيد وطالع وانت نازل كده. كان بيبدا بقى بص الشيخ عبد الفتاح السيد عم الحاج الشيخ عبد الفتاح السيد. تمام. الفقي. تمام. ابتداء بقى كان تنزل كده بيت حسن الحناني حاليا كان بيت الحاج اسماعيل عثمان. تمام. اللي هو الشرق دلوقتي. تمام. واخد بال حضرتك تنزل بقى تلاقي دلوقتي تنزل تاني تلاقي دكان عم دامر السعداني. تمام. اشهر دكان في الشارع. اشهر دكان في المنطقه كلها. تمام. واخد بالك تنزل بعد كده تلاقي سيدي الشريف. تمام. موجود. اشهر الشوارع كلها، اشهر المقامات، اشهر مقامات. في وش على طول بتلاقي بيت الطويل. تمام. تنزل بقى تلاقي بيت الحاج عبد المنعم سمنه،
بتاع عم عباس عيسى ابو احمد والشيمي. تمام. تنزل بقى تلاقي عم عبد العزيز المزين، عبد العزيز مش عبد العزيز حنيش، تمام. عبد العزيز المزين اللي هو عبد العزيز الفارس اللي بتاع الفارس ومزين. تمام. والست بتاعته موجوده لحد دلوقتي. حاجه حياه. لا خالتك فاطمه. فاطمه. تمام. فاطمه. تمام. وكان في الليثي الفارس. وكان في عم الليثي الفارس. تمام. كان في عم حسين سلام وصالة حياه. تمام. كان في مين؟ كان في عم عبد العزيز حنيش. كان في عم ابراهيم الديبه، اشهر دكان لحمه، اشهر جزار لحمه في مكتبه المكتبه ايه اللي بعد مول اسمها مكتبه ايه؟ بعد ما مكتبه صلاح الدين. صلاح الدين دي كان اشهر جزار في نهايه عبد ابراهيم الديبه، ابو مسعود وابو الحاج سعد، واخد بالك؟ كان في بعد كده الحاج محمود الشريني. تمام. الحاج محمود. كان في الحاج حسين الشريني. كان في الحاج عمر الفاضي ابو محمد. كان في الاستاذ حسين ابو داغر ابو الدكتوره. ما ننساش ايضا ان كان في بيت الاستاذ احمد السعداني رحمه الله عليه. ده انا فاكر، ما هو كان في بقى الاستاذ حسين ابو داغر ابو الدكتوره طروب. واخد بالك؟ الاستاذ حسين ده افتكر له واقعه شهيره، هو الله يرحمه صلاح سامنا لما رجعوا من حرب اكتوبر. كان اشهر اثنين رجعوا من حرب اكتوبر، كنا اطفال في الوقت ده. كان اول اثنين يرجعوا. الاثنين كانوا متغيبين. الاثنين كانوا متغيبين ورجعوا. اليوم اللي رجعوا فيه كانت الشارع ده كان سبحان رب العالمين، كان فرحه. انا سمعت ان هم قالوا خلاص كانوا مفقودين وبتاع. رجعوا الاثنين في يوم واحد. استاذ حسين ابو داغر والله يرحمه صلاح سامي. تيجي تنزل بعد كده تلاقي بيت عم السيد الرفاعي اللي هو اللي كان هفكرك وانت هتعرفه، اللي كان بيركب الحماره وكان يبيع قماش يقول لك عليهم الناموس عليهم. فاكر اجمل اشهر حاجه كان بيقول عليهم الناموس عليهم على عضهم برجليهم. تمام. ده كان الراجل ده كان بيكرهنا في الدنيا كلها، بنلعب كوره يمسك المقص ويروح خارج يقطع لنا الكوره. تمام. واخد بالك؟ كان في احمد غزلانه وجمال واشرف. احمد غزلانه اشرف كانوا اشهر من يمسكوا يجيبوا الكور يوم الاثنين. تمام. يوم الاثنين ده كان يوم الدبرتين ينزلوا يجيبوا الكور ويلعبوا الكره التلفزيونيه المقلمه بالخطوط دي. كانت تمام. في الوقت ده كانت حاجه يعني خيال. تنزل بعد كده تلاقي بتاع عم عمر الطويل. عمر الطويل بقى مين؟ ابو استاذ ربيع الطويل، ابو سامح الطويل، عم احمد الطويل. تمام. وعم محمد الطويل حاليا. تمام. واخد بالك؟ دول برضه كانوا جيراننا. ترجع بعد كده تلاقي بيت مين؟ بتاع الحاج محمد الشيمي، اشهر من مسلح التلفزيونات والرداوي القديمه. الحاج محمد الشيمي ابو امام وابو مجدي وابو جميل. تمام. بتلاقي بعد كده راجل زياده اسمه ايه اللي جنب الجامع دورة الميه، الله يرحمه الراجل الكبير نسيت اسمه، اللي هو دلوقتي نايف والجماعه دول. ابو نايف. الجماعه دول كان محمد زياده ده. الحاج محمد زياده كانوا ماشيين، كنت تعدي من عنده تروح ضرب العران الناحيه الثانيه عند البيت عند الرشيد، تعدي الناحيه الثانيه، تعدي ضرب اللي هو ضرب العران. تيجي بعد كده تلاقي الحاج اسماعيل الفاضي اللي في وش دورة الميه بتاع الجامع، الحاج اسماعيل الفاضي. بتلاقي بعد كده بيت الحاج عيسى حسين. الحاج عيسى كان اشهر من بيع الدور الاخضر في البيت. يقطعوا الدور الاخضر ويجيبوا له اللي عايز يشتري الدور الاخضر يشتريه في البيت. خش بقى على اجمل بقى الفلكلورات بقى اللي هي عم احمد بتاع المكوى الرجل بتاع زمان. احمد بتاع المكوى الرجل، اشهر مكوى رجل في ناهيه كان احمد بتاع المكوى الرجل ده. تمام. واخد بالك؟ كان جنبيه بقى على طول يا اسام احمد ده، تنزل من احمد من دكان احمد ده، دكان احمد اللي هو حاليا مين اللي موجود فيه؟ حاليا كان قصد سمير بالظبط. ما اعرفش هو ياسر بتاع ما اعرفش هو مين، بس ده كان دكان احمد بتاع المكوى الرجل. بعد احمد بتاع المكوى الرجل يا بسام كان عبد الله بتاع القلل، اشهر عبد الله بتاع القلل، اشهر بائع القلل. بعد عبد الله بتاع القلل مباشره يعني زي طرائف عبد الله بتاع القلل ان هو كان متعصب جدا الزمالك للاهلي، وكان يحب على كوبايات زمالك. كان اللي يكسب من الاثنين يكسر، اللي يغلب من الاثنين ده يكسر القلل وده يكسر الكوبايات. اللي هو عم عبد الله. عم عبد الله كان جنب عبد الله على طول. كان جنب عبد الله على طول، وهو ما زال موجود لحد دلوقتي. ابراهيم الحلاق، ابراهيم المزاحم كان جنب ابراهيم المزاحم بقى، ودي بدايه القصه كلها بقى. واخد بالك؟ كان قصد ابراهيم المزين كان اول استوديو في ناحيه بتاع الاستاذ عبد العزيز عمران. يعني قصد ابراهيم المزين اللي هو موجود اللي هو كان حاليا طه اسمه ايه؟ طه غزلان. ده كان الاستوديو، كان استوديو، ده كان الاستوديو بتاع الاستاذ عبد العزيز عمران، اول استوديو في ناحيه، اول استوديو في ناحيه الاستاذ عبد العزيز عمران. دي شهاده. بعد ابراهيم ده على صفه على طول مباشره هتلاقي خلطه صنعه وما زالت موجوده من 40 سنه او 50 سنه. الدكان اللي فيه القعده اللي بيقعدوا دلوقتي تمام، ده لحد دلوقتي موجود. الحاجه صنع تاريخ. الحاجه صنع بقى ايه؟ دكان فوق كده، تحت الدكان على طول وانت داخل على الدكان بتلاقي عم شحوت بتاع البصل والتوابل. اشهر واحد ده زمان كان بيفرش كده خيش، واخد بالك، ويقعد كده يبيع التوابل والفلفل. فاكر انا عم شحوت. احنا في سقف شحوت دلوقتي. تمام. بعد شحوت بتلاقي خلطه غاليه بتاع العيش، غاليه اشهر من بعد العيش. خلينا زي ما معانا كده بقى، كانت تخينه جدا. نرجع تاني للصنع، نرجع تاني للصنع. جعبوب برضه نسيت جعبوب. انا اقول لك هو ده احنا كده على صف واحد. هنيجي قصد صنع هتلاقي عم جعبوب بتاع اللي هو قدام مكتبه، اللي هو قدام مكتبه الطالب بالظبط. تمام.
بتلاقي جنب جعبوب مين؟ ام حسن. ام حسن بتاع الكرنب، اشهر من بعد الكرنب. واخد بالك؟ عم الراجل الصعيدي، الدكان اللي بعد مكتبه الطالب ده راجل كان اشهر واحد صعيدي في ناهيه بيع توابل، لازق في المكتبه بتاع صلاح الدين اللي قبل ما بين حمدي بتاع الموان وما بين والمكتبه. الدكان ده كان دكان ده جميل. تعالى بقى دلوقتي عم جعبوب قعدته دي في وشه على طول عم حسن الشرمه. جعبوب كان قصده حسن الشرمه بتاع الكرنب برضه. كانوا الاثنين متنافسين بتوع الكرنب، اللي هو في بيت السبكي دلوقتي. ركز بقى معايا. جنب جعبوب جنب حسن الشرمه بالظبط بربري السبكي. اشهر من باع الكلف والزراير والحاجات قبل فتح عينيش، كانش لسه في حاجه فتح عينيش خالص والكلام ده كله. اشهر من باع الزراير والكلف والكلام ده كان بربري السبكي اللي هو حاليا مين؟ اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو بعد الجزار بتاع مسنه او حاجه زي كده. تمام. واخد بالك؟ خش بعد كده تلاقي مين بقى؟ تلاقي واحد اسمه حسن الحاج. كان عنده عربيه كار وبيقعد كده. حسن الحاج ده كان اشهر من سب الدين في ناحيه. يعني راجل كان مشهور كده. بعد كده هتلاقي عم عمر ناصر بتاع عمر ناصر. قصد بربري السكر بتاع بتلاقي محمد السكر بتاع الجليله اللي هو جنب حمد البدوي على طول. لازق محمد في البدوي. باكل منه جليله وانا صغير. لازق في حمد البدوي على طول. واحنا رايحين المدرسه ناكل الجليله. يبقى ده محمد السبكي بتاع في بقى الناحيه الثانيه. ما انا لا هجيب لك، ارجع لك تاني ورا بس ايه نخلص دي. بعد محمد بتلاقي سعد الرشيدي. برضه بتاع البليل. تمام. واخد بالك؟ بعد كده بقى عم مين بقى؟ الله يرحمه عبد المنجي الرشيدي. اللي هم حاليا بتوع موبيليا. ما كانش موبيليا. اول من عمل حدايد وبويات في ناحيه ام سمير. هو عم منجي رشيد. عم منجي رشيد. مكان بتاع اللي هو الموبيليا حاليا. كان الموبيليا. تمام. اللي هو لازق في بتاع العلافه الموجود لحد دلوقتي اللي هو مين؟ ابو عوف والجماعه دول. تمام. واخد بالك؟ لو دخلنا شويه بقى نلاقي سعد بتاع الكركديه. سعد اسمه سعد ايه؟ سعد كان اسمه سعد الحاج. مش عارف اسمه. اسمه بسه. سعد بسه. حسن بسه بتاع الكركديه. تنزل منه بقى على مين؟ انت لازم النازله دي احمد سلامه. على احمد سلامه الفنت بتاع الطعميه. يقال العادات الحديثه اللي احنا بنشوفها دلوقتي الجماعه الكبار اول ما بداها اول قعده في ناهيه لكبار السن. الشاي والشيشه هو كان احمد. وتلاقي بقى مين بقى؟ الفنت بتاع الطعميه. اشهر الفنتي. الطعميه في ناهيه كان الفنتي. تمام. نرجع بقى ورا خالص، نرجع تاني مين لغاليه بقى في الاول خالص اللي خارجه مين؟ تمام. خارجه شارع السيريه صنع وبتاع. بتلاقي في وش غاليه دي على طول ام عثمان بتاع الفسيخ على اول شارع. اشهر من بعد الفسيخ اللي هي والوحيده كانت اللي هي ست الاستاذ احمد هجرس. الاستاذ احمد هجرس والناس دي اشهر من بعد الفسيخ في صفيحه. كنا ننزل نشتري الفسيخ ده منها على طول. تمام. الشارع ده كان اسمه شارع البلح. كان مشهور بقى بشارع البلح كله مرصوص يمين وشمال. البلح كلهم واتشهر بشارع البلح. اوله كان الست دي. تنزل شويه من شارع البلح ده تكسر شمال جنب حسين ابو سنه كده. اسمه شارع النحاسين. تمام. ليه بقى شارع النحاسين؟ كانوا بيجيبوا النحاس والالومنيوم القديمه بتاعي يبيضوها في المنطقه دي. تمام. يقعدوا يصلحوها ويعملوها كده. نرجع تاني مين؟ لام عثمان. جنب ام عثمان مين بقى؟ ابو خليل برضو بتاع الطعميه. اشهر من زوق الطعميه وما كانش يبيع. يعني كان بيقعد يرسم الطعميه رسم كده. يرسمها ويقعد يحط فيها سمس وبتاع، بس سبحان الله تقعد ما تتباعش طول النهار. ابو خليل. بعد ابو خليل جنبه على طول كان محمود زهره بتاع الشيشه والغله والبتاع. واخد بالك؟ تمام. لازق فيه على طول. تخش كده عمك عطله. كان الراجل اسمه عطله برضه. نسيت اقول لك بقى في الشارع ما بين مؤنس قبل مؤنس وقبل ابراهيم وقبل احمد بتاع المكوى بتاع الرجل ده كان في دكان عم انور او الدكتور احمد انور بتاع الخميره. هتفتكروا انت؟ ابو الدكتور احمد انور. الدكتور احمد انور كان انور بتاع الخميره. عم انور بتاع الخميره. ما بين طيب نسيت انت واحد برضه بتاع تصليح الجزم ده عم حسن. ده حديث. ده حديث جدا. ده حسن ده بعد. اسمه حسن ايه؟ ما اعرفش والله بس هو لا ده احدث. ده حديث جدا. نخش بعد كده يمين بقى نلاقي مين بعد كده؟ نلاقي احمد هانم البناي. محمد هانم البناي دي كانت بتبيع ايه؟ بطاطس وقوطه وخضار فرشه قدام احمد النجار كده. بعد كده بتلاقي فوقيها على طول الدكان اللي بعد احمد النجار عم ابراهيم بلح او الدكتور احمد الشهيد احمد بلح. الله يرحمه. ابو مجد النازل. في وش احمد النجار ولا جنبه؟ لا جنبه على الصف بتاعه نازل على طول. تمام. واخد بالك؟ انزل بقى بتلاقي بعد كده مين اشهر محل ربيع البشيري او الاستاذ كمان كان لسه يعني
لسه ربيع البشيهي وحمد الديبه في وشه. تمام. تنزل بعد كده بتلاقي مين؟ بتلاقي الشحيمي بتاع البليله، اشهر واحد بتاع البليله برضه. السيد عيده، وما ادراك ما السيد عيده. السيد عيده كان سبحان الله الرزق. كان دكانه الناحيه الثانيه عكس ما هو موجود دلوقتي. عكس قصده. كان سبحان رب العالمين. يعني. سبحان الله سبحان الله، يعني الرزق ملوش. كان امام هو خليل يقعد يزوق في الطعميه كده ويرسمها ويحط السمسم ويحط بتاعه وما يبيعش. سبحان الله السيد ده كان يعمل كده، وكان يرمي كده هو. أيوة. وسبحان الله كان بيطلع طعميه نيه، وسبحان الله كان الناس تاكلها. اشهر موقف شفته في السيد ده كان زمان الكره الجول لو تفتكرها. الكره الجول السفنجه كانت بتعمل بجول. تمام. كان العيال بتلعب في الشارع وواد شاط كوره راحت طالعه في الطاسه بتاع الزيت دي، راح مشوهها وش اغلبيه الناس اللي واقفين. تيجي بعد كده تنزل بقى بتلاقي مين؟ حسن بتاع الكركديه، حسن ابو تريكه. حسن ابو تريكه بتاع الكركديه. بعد كده خش بقى على انطره الذبيحه. ليه بقى انطره الذبيحه؟ كانت هي دي السلخانه بتاعت زمان بتاعت نهيه. كان يمين على طول باكيات اسمنتيه كده نازله على الترعه بصرف، كان كله يذبح وينزل على ايه؟ ينزل اسمها انطره الذبيحه. اللي هي تسمى بالذبيحه عشان كان كله كان بيبقى موسم الذبيحه ده كان بيبقى موسم عجيب. ابتدوا يلفوا الاول بالذبيحه في البلد كلها وينادوا على سعرها وينادوا على مش عارف ايه. كان ليه في الكورونا غير كده خالص. المنطقه دي بالذات يعني عايز اقول لك ان لا عبق تاني. وعايز اقول لك ان للاسف دلوقتي المنطقه بتاع شارع السرايه للاسف يعني كل اللي موجود فيها حاليا لا يمت لها بصله خالص. تمام. يعني تاريخها تاريخ كبير جدا، وتاريخ يعني كان كله علماء وكله مشايخ سبحان الله، يعني من اشهر المشايخ في المنطقه دي. نسينا حاجه بقى مهمه جدا يا استاذ بسام، في ناس كتير نسيناها المره اللي فاتت واحنا بنتكلم عن تاريخ شارع درب الرصاصيه اللي هو السرايه حاليا. في بقى يا سيدي ما بين عم تامر السعداني وما بين بتاع عبد الرب في حاره زي حاره صغيره كده. حاره صغيره دلوقتي اللي هي قبل بيت حسن عناني حاليا على طول. الحاره دي كان فيها خالة حسنى الفاضي دي، حسنى مش عارف تقريبا الفاضي دي كانت مشغله فرن بلدي بالاجر. الاجر ده عباره عن ايه؟ مكانها بعد الحاره الصغيره اللي قبل حسن اللي في وش دكانه الحاج تامر سعداني. لا مش وشه يا ترى في وشه. لو لا بيت حسن عناني الحاره اللي قبله على الشمال، على اللي قبله على اليمين. على حسن عناني تقريبا برضه اول بيت على اليمين تقريبا والله اعلم. الست دي كانت مشغله الفرن ده، فرن بلدي مشغله لها طول اليوم، ممكن بقى جزء من الليل بالاجر. الاجر عباره عن يبقى كل اللي تخبز خبزه تديها ان كانت بالتاو، تاخد من البتاو ده او 10 بتات او 20 بتاو او كده حسب ايه، حسب حجم الخبزه. الرغيفه تديها كام شقه او كام رغيف. كان بقى نظام الخبز ايه؟ لازم عشان تروح الست تخبز او اللي عايزه تخبز لازم تروح تحجز الاول عند مين؟ عند خالة حسنى. يا خالة حسنى انا عايز اخبز النهارده. طب انت قدامك فلانه وفلانه وفلانه، تبتدي تحجز وتبتدي ترتب ايه؟ قبل ما يجي ميعادها بساعه ولا حاجه تبتدي تروح تودي الجله وتودي العفش وتودي ايه؟ الادوات اللي بتستخدم في الخبيز في ذلك الايه؟ ذاك الوقت. دي خالة حسنى. بعد كده برضو نسينا حاجه مهمه جدا بقى بين ايه جنب الحاج فتحي، جنب الاستاذ فتحي حنيش المزين. الحاره اللي قبلها على الشمال دي في الحاره على اخر الحاره على اليمين بتاع عم بدر الكفراوي. مع بدر الكفراوي دي مين بقى؟ ابو ربيع وابو شعبان. ابو ربيع وابو شعبان الناس دي حاليا دلوقتي جنب الدكتور احمد انور على طريق ابو رواس. تمام. عم بدر الكفراوي ده كان مشهور بالركب الحماره واللي يمشي بالخرزانه كده، كنا اطفال صغيره كان ما يخليناش نلعب في الشارع يضرب فينا على طول. جنب بدر الكفراوي. تنزل بعد كده بقى ما بين صلاح الرفاعي دلوقتي، دكان صلاح الرفاعي قبل صلاح متطالع وبالزياده كان عم بيجي زرزوره، كان اشهر من بيعمل بردعه بتاع الحمار. كان دي المنطقه بتاعته، كان بيته داخل جوه كده مشغول دباره وقاعد قدام الحاره كان يعمل برادة بتاع الحمار على طول. ده عم بيجي زرزوره. تيجي بعد كده بتلاقي مين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. نيجي بقى للبياعين اللي كانوا الناس البياعين اللي كانوا بيخشوا الشارع، اللي كانوا عاملين ايه يعني ايه. احنا اطفال دلوقتي خلي بالك الكلام ده في ايه؟ عايز اقول لك 76 او 75 يعني السبعينات. في السبعينات يعني. كان السيد الشاهد ده اللي هو موجود دلوقتي عند النادي الجديد كان عنده عجله الفليبس الكبيره دي وحط عليها قفص كبير ومالي قرص. كان لما بيعدي الشارع بالقرص دي، كانت بالنسبه لنا كنا اطفال كان بيجننا. يعني كنا ممكن نوفر القرشه والتعرفه بتاع القرصه دي لحد ما يجي عم السيد ده اشهر الناس اللي بعت كده.
القرصه اللي بنسميها القرصه المسكره. القرصه المسمسه كنا كان نجيب قرصه مسكره بسمسم كده، كانت بتعملها هوسه بدماغنا يعني، حاجه احدث حاجه بالنسبه لنا. نيجي بعد كده خالتي عزيزه بتاع الخس، وما ادراك ما الخس، مش الخس اللي هو زي ما انت شايفه كده. الخس زمان كانوا بيعملوا ايه، الست دي كانت تجيب مشانه صغيره كده، وروس الخس نفسها، الراس نفسها مؤخره الراس حتت مقطعه كده، وتبيعها كانت تبيع 4 بتعريفه، 5 بتعريفه، وكان معاها حاجه زي الادوم بتاع النجار كده، مش الشاكوش، الادوم. تبتدي تنضف بيه ايه؟ تنضف بيه الخاص ده. كان في مين تاني يا سيدي بياع؟ كان في واحد بس انا مش عارف اسمه، الناس القديمه اللي في سني او اللي اكبر مني يعرفوا. كان يمشي في الشارع بتاعنا ده، شارع السرايا، يقول لك ايه، راجل لابس جلابيه بلدي رفيع، شايل طاوله في ايده كده بيفردها عشان يحط عليها الصاج، والصاج في ايده كده، ويمشي في الشارع بقى يقول لك لا عمد ولا مشايخ تقف قدام النبوت، يفضل يلف في الشارع ويروح لفه في الكليه كده لوحده، ويروح واقف تشتري، ويروح فرد الطاوله ويروح حاطط عليها الصاج ويبتدي يبيع. طلع عليه اشاعات كتير، قال لك ده مرشد، ده مش عارف ايه، يعني تاريخ المرشدين ما شاء الله يعني من زمان في نهايه يعني. من كتر الراجل ده ما كان بيلف، كان يقول لك لا ده مرشد، ده مش طبيعي، مش عارف والله اعلم كان اسمه، مش قادر يعني. في ناس اللي هتسمعنا او اللي هتشوفنا دلوقتي هتفتكر اسمه. ست مهمه، في واحده ست مهمه جدا نسيناها، كانت عند بيت سمنه اصلا، فتحي عينيش، ما بين دكان فتحي عينيش حاليا وما بين الكوافير اللي موجود حاليا. في كوافير في الحته دي كان في اوضه صغيره كده، دي خالتي اسمها خالتي هانم ربع. هانم ربع دي اللي انا عرفته دلوقتي لما سالت، كانت في البيت الرفاعي، بس كانت قاعده بالسمنه في بيت سمنه على طول، كانت دي بتبيع الفول النابت على طول. سبحان الله يا استاذ بسام، سبحان الله، الكوبايه بتاعت الميه الفول الالمونيا دي انت ما تشوفهاش من السواد اللي فيها، يعني مغنظره وسواد وهباب وليله سوداء، بس سبحان الله، سبحان الرازق، يعني سبحان اللي بيرزق. كنت تلاقي الناس عليها واقفه عليها بتاخد فول بكميه رهيبه جدا. خالتي هانم ربع دي كانت مشهوره ان خالك محمد سمنه، محمد سمنه، كان بيقول عليها ام محمد سمنه، لان فعلا ربته، كان الست دي الوحيده ما عندهاش حد خالص، ومحمد كان بيحبها وقعد معاها على طول. هو طفل صغير، قال كنا بنهزر معاه ونشد مع بعض، كنا قريبين من السن، كان نقول له محمد ايه؟ يا محمد يا ربع، كان مشهور بكده، محمد ايه؟ ربع. كنا برضو من ضمن الشباب الشباب بتوع الشارع دول، كان مين انا اقول لك بقى معلش معايا، كان محمد سمنه، كان مجدي حنيش، كان حسن اخوه، كان السيد عيسى، كان شريف عيسى، كان محمد عيسى، جمال الشويمي، كان اولاد الرفاعي. كنا مشهورين بقى لما نيجي نتكلم مع بعض كده، كنا ندي نفسنا بالاسامي كده، يا جمال يروح نادي كل واحد نادي الثاني باسم امه. تمام، واخد بالك؟ في تاني من اشهر بقى الناس المجاذيب اللي كانوا بيعدوا في الشارع، المجاذيب بقى. عندك مين واحد زمان كان معدي اسمه ابو شوال. الراجل ده كان بيعدي في عز البرد، ابو شوال كان بيعدي في عز البرد، عامل سبحان الله مفسر شوال بحمالات كده ولابسه، وكان بيمشي. قال عليه كلام كتير، بتقال عليه انه دكتور واتجذب، واتقال عليه كلام كتير قوي. كان في عم مراد العبيد، كان بنقول عليه احنا في سننا دلوقتي يعني، سوري في اللفظ، مراد العبيد. مراد ده كان يقرب اخو مين دلوقتي، عارف الجماعه عبد المنجي، اسمه ايه عبد المنجي بتاع المقاول ده، اسمه عبد المنجي ايه؟ فتح الباب. هو مراد ده كان بيت فتح الباب. تمام. هقول موقف المفروض ما اقولوش يعني، لان كان ايه، كان عندي اختي اللي اكبر مني، كان صغيره، كان مشهور لما يجي يمشي في الشارع يتسول، ما يتسولش بالايه؟ باسامي الرجاله، كان باسامي الحريم. كنا احنا بيتنا كان في الحاره اللي قبل فتح عينيش، البيت اللي في الوش. تمام. كان يمشي بقى ايه، يقعد يقرا قران ويتصل بالقران، كان يمشي يقول لك ايه، واما اليتيم فلا تقهر، واما السائله فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. عارف يا ام ملكه على ايه، على اختنا. كان دي طريقته في التسول قدام كل بيت، يعني يفضل يقول ايه قرانيه وانت الست اللي جوه باسم ايه، باسم انت. كان في تاني عاطف الشاهد، عاطف اخو كمال والناس دي، عاطف كان برضه من ضمن دي الشارع ده. كان في مين تاني؟ المجذوبين ايضا. كان في الله يرحمه محمد شمية، ده احد المجذوبين. ده احد المجذوبين، بس لاسباب خارجه قهريه، كان في حرب اكتوبر واصيب، واخد بالك، ومن كتر اللي شافه من الاول اللي شافه في حرب اكتوبر، كان بيمشي دايما مشيته الشهيره، كان يحط ايده على صدره كده ويمشي على طول في اتجاه، فجاه تبص لي حلف مره واحده. ده من اشهر الناس يعني. كان نتيجه اصابته في حرب اكتوبر. نتيجه اصابته في حرب اكتوبر. حصل له حاله نفسيه. حاله نفسيه وكده. كان في واحد نسيته بقى، كان مساعد عم الشيخ عبد الفتاح السيد، ممكن استاذ حسن يعرفه او الجماعه دول. كان اسمه طه نظيره. ده يعتبر اللي بيقول عليه العريف. كان هو ده مشهور جدا، طه نظيره ده كان مشهور. طه نظيره ده اما اتجند في الجيش،
سبحان الله استشهد، مش استشهد، عمل حادثه وفي الجيش ومات. دي يعني معلومات عامه عن الشارع كل. وبرضه بنرجع نقول تاني ان الشارع ده يا جماعه كل الناس اللي فيه دلوقتي ما لهمش علاقه بالشارع خالص 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 خالص. واغلبيه الموجودين في الشارع وحوالين الشارع ما يعرفوش عن تاريخه حاجه. لو سالت اي واحد من الموجودين حاليا غير بيت الرفاعي وبيت المزين وبيت الطويل مش هيعرف حاجه غير اللي بيقوله ده خالص. دي الناس دي كلها مستجده كلها. عم حسن بتاع البلغ اللي كان مسلح قدام جامع السنه ده، عم حسن مش عارف اسمه حسن ايه، ده كان احدث حاجه في الناس دي كلها. عايز اقول لك ان الشارع ده كان تاريخه طلع علماء كتير، طلع ما شاء الله ناس جباهزه كتير جدا. بس للاسف يعني ما تناش الحال اللي وصل ليه الشارع دلوقتي. بس الحمد لله على كل شيء يعني. دي كانت نبذه بسيطه عن الشارع ضربه اساسيه ان هو شارع جامع السهرية. ده شارعنا القديم ان احنا بنفتخر ان احنا اتربينا في الشارع ده، ان احنا اتربينا فعلا في الشارع ده. اتفضل. استاذن الناس بس في حاجه ان احنا نلقي الضوء على الامهات بتوع زمان بتوع الشارع الضربه الاساسيه. الناس العظام دول الناس بس اللي ربنا تربيه صح يعني. من الناس الامهات الكبيره بتوع زمان دول اللي انا بحترمهم ومقدرهم جدا عمتي فريده عثمان. عمتي فريده عثمان دي مين بقى؟ ام الشيخ سيد عثمان شيخ البلد حاليا. دي كانت بعد سيدي عم جيت كده على طول. بعد كده خالتي سيده ام الشيخ عبد الفتاح السيد رحمه الله عليها. دي كانت ست فاضله كانت بتعلمنا القران وكانت واخد بالك. بعد كده بتلاقي خالتي روحيه مرات عم تامر السعداني، ام حمدي وام مجدي وام احمد الله يرحمه. بعد كده بتلاقي خالتي فاطمه داوود موجوده لحد دلوقتي، وخالتي سعديه داوود واخد بالك. خالتي حميده عيسى مرات عم حسن عيسى اشهر حماره في نهيه. عم حسن عيسى مش حسن خليل، ابو جد حسن خليل، ابو عيسى ومحمد اشهر حماره في نهيه اللي كان دينها مقطوع. عم حسن كان الله يرحمه كان معاق. خالتي حميده دي كانت مراته. خالتي فتحيه عيسى ام شريف مرات الحاج سعد. خالتي هانم عطوش مرات عم الليث الفارس. خالتي سعديه ام احمد عيسى مرات عم عباس عيسى ام احمد والشيمي. خالتي نجيه عيسى ام حسن خليل. الناس الافاضل دول كلهم واخد بالك. خالتي نفيسه سمنه دي خالتي هنا على طول. مرات خالي فريده الشيوخ مرات الحاج محمود الله يرحمه. اشهر ست استقبلت اتنين بتوع دهب كانوا بيجوا زمان بس مش عارف اساميهم. كانوا يجي الناس دي كانوا يجوا بالدهب، كانوا يجوا بشنطتين كبار كده يخشوا يقعدوا عند مرات خالي فريده دي في البيت، وكل اللي عايز دهب او اللي عليه قسط او عليه حاجه يتجمعوا بالجد الحاج محمود يدفعوا اللي عليه حاجه ياخدها، واللي عايز يشتري ويبدل واخد بالك كان لهم يوم معين بيجوا فيه واخد بالك. كان في خالتي برضو خالتي حياه مرات عم حسين الفارس. كان في خالتي خالتي امينه المزين ام الاستاذ فاتح حنيش. كان في خالتي فاطمه داوود موجوده لحد دلوقتي مرات عم عبد العزيز الفارس. في خالتي مسعده الديبه ام الحاج مسعود وام محمد وام سعد. كان في تاني امي صفيه الشوين وام محمد واحمد. كان في تاني تنزل ام الاستاذ حسين ابو داغر خالتي فتحيه ابو داغر. اجمل ست شفتها في حياتي، اجمل ست واطيب ست شفتها في حياتي. كانوا يبعتوني زمان يقول لي اما كنا دايما كان في جيره وصله رحم وود والحاجات اللي افتكرها في الشارع الجميل ده. كان دايما اللي يطبخ محشي او اللي يعمل اي حاجه. المحشي ده بالنسبه للناس زمان كان في بالنسبه لهم فاكهه يعني. كان مش اي حد يعمل محشي، مش اي حد يعمل بتاع. كان في عاده جميله قوي. كان اللي يعمل محشي كان تبص تلاقي الطبق خارج من البيت ده يروح البيت ده خد ده. كان يبعتوني بقى كنت صغير اروح هات يا جمال هات حتتين لفت من خالتي من بيت ابو داخل واخد بالك. اروح انا اقول لخالتي فتحيه بتاخد ام سعاد حسين النبي خالتي فتحيه عايزين حته اللفت. كنت اخد كوز بتاع زمان مش كوز بقى عادي زي دلوقتي. كان الكوز كده كانت لازم السمت مبنى الكوز ده على اخره. ميه اللفت دي سبحان الله ميه اللفت شبه الشربات بالظبط من الحمار بتاعها واللفتايه قد كده مقطعها 4 شكل ما نساهوش. الطيبه والخير بتاع زمان ده. كان في خالتي يا سيدي بعد كده خالتي هاجر الرفاعي ام الاستاذ اسماعيل ام الاستاذ عبد الحميد الشحيمي واخد بالك. كان في مين تاني اللهم صل على سيدنا محمد. كان في خالتي بركه الكفراوي مرات الحاج بدر الكفراوي وام ربيع وام شعبان. كان في مين تاني يا سيدي بقى اللهم صل على سيدنا محمد.
كان في ست بدور شبايك. ست بدور شبايك دي بقى ام مين؟ ام ابراهيم شبايك. ابراهيم شبايك بقى ده مين؟ اللي ابنه حاليا فتحي ومجدي. خالة بدور دي مين بقى؟ ام ابراهيم شبايك. ابراهيم شبايك اللي هو مين دلوقتي؟ اللي ابنه شيمي شبايك بتاع المرور وعادل. اللي امه صنع حاجه صنع باين. ده صنع دي مرات ابنها. يعني خالة بدور دي حمد خالة صنع الموجوده حاليا. كان اشهر من بعد بقى، كانت بتعمل بخت كده قدام البيت، بخت بتاع زمان ده لو تفتكروا، اللي كان مقلوب كده وتلاقي فيه مليم وتلاقي فيه ايه، واخد بالك. كان في خالة رئيسه ام الشيمي اشهر من دخلتنا سمعتنا الافلام بتاع اليوم المفتوح يوم الاحد ده. كان عندها تلفزيون، كنا بنخش نسمع الفيلم او الافلام بتاع اليوم المفتوح عندها. تمام. كنا ندفع قرشين او قرش، كنا بنتفرج بقرش على الفيلم او البتاع، نقعد عندها ما نلاقيش حد من الفرق. كان هي واحمد صرصور، هي في الشارع بتاعنا، واحمد صرصور فين؟ بعد احمد نجار بشويه كده. فاكر موقف برضه في الشارع ده، اول ما ركبوا عمدان الكهرباء. اول ما دخلت الكهرباء في ناهيه عامه، بس دخلت في الشارع ده بدأوا يجيبوا العمدان دي، وبعد بدأوا يرموها يعني في الشوارع كده على جنب الاول. لكن قبلها كان لمبات جاز يعني. كان في لمبات جاز بقى، وكان في راديو اعرق كده، كان جدي بياخده يروح يصلي بالجامع، ورايح الجامع الفجر يفتح الجامع، كان ياخد الراديو ده معاه واللمبه حد ينور له لحد ما يوصل للجامع وكده. العمدان دي بقى بدأوا يرموها على الطريق كده زي المواسير، يرموها على جنب، وبدأوا بعد كده بعدها بفتره احنا فرحانين بقى، بدأوا يفحطوا البرك بتاعت يفحطوا البرك ويسيبوها. بعد كده راحوا جايين حاطين العمدان، راحوا مركبين العمدان على كذا مرحله يعني. بعد العمدان راحوا عاملين بقى، بعد ركبوا العمدان وبدأوا يعملوا لها بعد ما ثبتوها سبايك برضه، بدأوا يعملوا لها القاعده الخرسانيه اللي تحت اللي تمسك العمود. بعد ما بدأوا يعملوا العمليه دي بعدها بفتره تاني راحوا جايين شادين السلوك. الله، ده ما خلصتش بقى بعد كده، بعد ما شدوا السلوك قاموا عملوا الدراع اللي فوق خالص اللي اخر العمود باللمبه. كل ده برضه مراحل. جم بعد كده بقى حطوا اللمبه، جم بعد كده راحوا مشغلين قبل ما يشغلوا الشبكه راحوا دهمين الجزء بتاع الحد الاولاني ده، راحوا دهنينه اخضر. كان منظر بقى طبعا ما تتخيلش ان الكهرباء تخش بقى ونور ولمبه تنور قدام الشارع، حاجه خيال يعني. ومعلش ده كل اللي نقدر نفتكره عن الشارع ده يعني، ممكن بعد كده نفتكر حاجه تاني، بس ده اغلبيه الحاجه اللي حصلت في الشارع ده. الشارع المظلوم حاليا يعني، احنا بنديله حق عشان الشارع حاليا، الشارع ده مظلوم بصراحه، مظلوم من اللي بيحصل فيه، بس احنا بنحاول نديله حقه ونجيب تاريخه عشان الناس تعرف الشارع ده كان ايه واصبح ايه. احنا قلنا قبل كده امهات شارع السهرايه، هنقول بقى الشباب اللي كانوا موجودين دلوقتي في الوقت ده في السبعينات والثمانينات. شباب شارع جامع السهرايه كان من اشهر الناس الموجوده في الوقت ده، في العصر ده. كان ولاد عم الحاج محمد الشحيمي اللي بيصلح التلفزيونات، امام ومجدي وجميل كانوا موجودين في التوقيت ده. في بقى اولاد عم الحاج محمد الرفاعي، طه وصباح الخياط واحمد موجودين لحد دلوقتي. في ولاد عم الحاج عمر الطويل، استاذ ربيع الطويل وسامح بتاع الكاوتش. في ولاد عمهم احمد ومحمد. في عندك بقى ولاد عم الحاج امام ابو داغر، استاذ حسين ابو داغر اللي هو ابو دكتوره طروب، وفي حسني اخوه، حسن اخوه، وفي حسني. في عندنا بقى الله يرحمه محمد السويسي الخياط. محمد السويسي ده له وقعه شهيره قوي. محمد السويسي ده كان من ضمن المهاجرين بتوع 67 ايام النكسه 67 والاحتلال الاسرائيلي لمصر في الوقت ده. الجماعه دول المهاجرين سابوا بلادهم كلهم وجم قعدوا يسكنوا في الاماكن القريبه من القاهره. فالناس دي كانت عندنا في ناهيه وسكنوا. كان الحاج محمد السويسي ده خياط مشهور قوي بيخيط الجلباب البلدي. انا اسمع ان جزء منهم اول ما نزلوا خدوا الفيلا بتاعت مقصود بتاع المدرسه اللي اتلغت دلوقتي. وللاسف الشديد انا في التوقيت ده كان عندي، كنت صغير جدا. لكن بعضهم سكن عندكم في لكن اللي استوعبوا كويس ان كان عم محمد السويسي ده والست مراته كان اسمها ام جميل. كانوا ماشيين يقول لك المهاجرين يعني، كنا مسمينهم طالعين عليهم في المنطقه المهاجرين، ام جميل وجميل وصبحي وعادل ولادها يعني. دلوقتي اتنقلوا الشرق عند المدرسه كده. الراجل عم محمد السويسي ده الله يرحمه مات يعني. كان في برضو عم الحاج ابراهيم شبايك، كان في شيمي وعادل، وكان في ولاد عم الحاج سيد شبايك برضو فتحي ومجدي. كان في ولاد بقى خالد الحاج يوسف الشويمي، حنفي ومراد ويحيى. كان في بقى ولاد عمك صالح، بس مش عارف صالح ايه، اللي هو ابو عبد النبي صالح. كان في صلاح وعبد النبي، بس هم الاثنين عبد النبي صالح وصلاح. كان في بقى ولاد الحاج حمد الشومي، كان في محمد واحمد وكمال وجمال.
كان في بقى عندنا مين تاني ولاد عم الحاج ابراهيم الديبه، سعد الديبه اللي هو فتح دلوقتي في سكه المدينه، وفي مسعود برضه في اخر سكه المدينه، وفي محمد فتح الغرب. في عندنا بقى مين ولاد عم الحاج عبد العزيز مزين، استاذ فتحي ومجدي وحسن عباس حنيش. وفي ولاد عم الحاج وفا برضه محمد وسمير، ودول اللي كان لهم وقعه شهيره جدا. بطبيعه شغلهم كانوا يشتغلوا في الوقت ده حلاقين. محمد وسمير اولاد عم وفا المزين. كان بقى الوقت ده مين؟ عم الحاج عبد العزيز وعم وفا كانوا شغالين حلاقين. الحلاق في التوقيت ده في السبعينات، في نص السبعينات كده والثمانينات، ما كانش بياخدوا اجر. يعني كان بيحلق بدون اجر. كان الاجر عباره عن ايه؟ كان بيحلق بقى، كنا الناهيه كلها كانت اغلبيه فلاحين وزراعيين وكده، يروحوا يحلقوا للناس في البيوت والناس الكبار واولادهم، ويجي لما الموسم يجي بتاع الذره يبتدي ياخدوا الايه؟ الاجر بتاعهم ذره. الراجل الفلاح يجمع الذره بتاعه يخلي الناس يقول لك ده نصيب ايه، يجي يعمل الخزين بتاعه يخلص يركن يقول لك بتاع المزاين نصيب المزاين. يبتدوا بقى ياخدوا الحمير من الفلاحين ويبتدوا يحولوا زي زمان بقى طول النهار، يحولوا الحصه بتاعتهم من ايه؟ في حاجه اسمها الزكيبه. الزكيبه دي كان وفلان وفلان. الزكيبه دي كانت شوال كبير قوي، خط ابيض وخط اسمر، كان مشهور قوي. يملى الزكايب دي ويربطها ويبتدي يحط على الحماره واحده هنا وواحده هنا وواحده في الوسط، ويفضلوا بقى رايحين جايين طول النهار يحولوا من الغيطان. النهارده هنجيب مثلا من عند بسام، النهارده هنجيب من عند جمال، يقدروا ياخدوا ايه؟ ويعرفوا مين اللي الزبائن بتاعتهم، يبتدي يحول منها. يعملوا يروحوا جايبين الحاجات دي مفضيينهم عندهم في الصاله عندهم، يبتدي ايه؟ يجيب الزكيبه يفضي يروح دالق، الحريم تبقى في البيت بقى تهوي وتفرد، ويرجع هم يجيبوا ايه؟ تاني. يبتدي بقى يعمل ايه في الدوره ده من الحاج عبد العزيز من الحاج وفا، ياخدوا خزين بيتهم طول السنه وبيزيد منهم. يعملوا ايه؟ في ناس ثانيه ما عندهمش ارض وما عندهمش اي حاجه، يبتدي يشتروا منهم بالاردب. الاردب مثلا ب 20 ب 10 ب 30، يبتدي اللي ما عندوش ارض وبتاع يشتري من ايه؟ من الناس. ودي كانت قصتهم طول السنه. في عندنا بقى مين تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الحاج وفا. في عندنا بقى اولاد عم الحاج فتاح سمنه، في الله يرحمه استاذ فتحي، كان من اشهر الناس الموجوده في التوقيت ده، فتحي المزين، والحاج عم منعم وصلاح الله يرحمه. وفي سامح اشهر من لاعب الكوره في النادي القديم، سامح سمنه كان مشهور جدا في التوقيت ده، هو دلوقتي قاعد في فيصل تقريبا او ادرى مني. وفي محمد، واخد بالك. في عندنا دلوقتي تاني مين؟ ولاد احمد غزلانه كان في وشهم على طول، جمال واشرف. والسيد اللي موجود حالا ده اتولد له قصه برضه لازم نعرفها. احمد السيد لا عادي يعني، بالعكس ده قصه مش السيد غزلانه ده يشاء السميع العليم، اتولد اليوم اللي اتولد فيه والدته توفت فيه. السيد غزلانه، تمام. السيد غزلانه والدته توفت فيه، واخد بالك. كان الله يرحمها الحاج روحيه مرات الحاج عبد المنعم ساكنه قصادهم، فبدات تراعيه وتاخده وتكبر وبتاع، الولد تعلق بيهم. يعني هي اللي ربته، هي اللي ربته وتعلق بيهم، وفضل الى الان موجود معاه، اتجوز وخلف وبيودهم. ويقول حتى يقول الحاج عبد المنعم يابا، وكان الله يرحمها يقول لها يا امه. واخواته برضه البنات كانوا يقول لهم كده، واخد بالك. في تاني عندنا بقى اولاد عم الحاج محمد عيسى الحلاق برضه، محمود، لو انت اكيد انت عارف محمود والسيد. وفي بقى نسينا برضه اولاد عم الحاج عباس عيسى، تمام، اللي هو احمد، اللي هو دلوقتي احمد عباس اللي هو التمرجي، او الشيمي برضه حلاق لحد دلوقتي. ابوه عباس والشيمي اخوه. في عم ولاد الحاج عم الحاج خليل عيسى حسن، اللي هو شغال في السياحه، اللي هو شغال في السياحه، واخد بالك. في عندنا قصادهم مين بقى؟ ولاد عم الحاج احمد ابو داغر، ما شفتوش انت احمد ابو داغر؟ توفى يعني، الله يرحمه. في جلال الكبير، وفي يحيى، وفي محمد. ده الاسامي دي في ناس موجوده منها كتير شباب صغير، بس انا بقول لك على اللي كان موجود في التوقيت ده. قصدك جلال النجار ولا جلال تاني؟ لا جلال، لا ده جلال ده ما كانش، كان لسه احمد جلال اللي انت بتقول عليه ده في وش جامع السراي، كان في وش جامع السراي، كان بيتهم في وش جامع السراي بالظبط، جلال النجار، مكان الخياط اللي بيبيع قماش دلوقتي، واخد بالك. في عندنا بقى اولاد عم الحاج سعد عيسى الله يرحمه، اللي كان شغال في الشرطه، ابو شريف ومصطفى. في عندنا بقى اولاد عم الحاج حسن عيسى نفسه، عم الحاج حسن، في عيسى الله يرحمه، وفي علي. عيسى كان شغال على التاكسي، وعلي ومحمد برضه موجود لحد دلوقتي. ابنه عيسى ده ابنه ياسر، ده الجيل الجديد، ياسر والسيد ده دول الشباب صغير كله كانوا اطفال. في عندنا بقى اولاد عم الحاج تامر السعداني الله يرحمه احمد، اللي مات في بعثه كانت في الازهر في ماليزيا ومش عارف فين. وفي مجدي موجود، وفي حمد الله يرحمه توفى برضه. في عندنا اولاد عم الحاج حمد عبد ربه، صلاح الله يرحمه،
ومسعد استاذ مسعد هو مسعود حامد دلوقتي اللي هو الشاعر. تمام. كان اشهر من يقف كوره واحنا بنلعب كوره صغيرين، كان قصير كده ويقف كوره، كان يقف كوره صح يعني، هيفتكر الكلام ده استاذ مسعود لو شاف الكلام ده. استاذ مسعود حامد. استاذ مسعود حامد اللي هو الشاعر كان جارنا في الاول. اول ما نشا في درب الرصاصيه. في درب الرصاصيه كان يقف جون وكان ظريف كده. تمام. في عندنا ولاد عم الحاج فاروق عبد الرب وولاد عمه مسعد برضه في التوقيت ده اللي كان موجود فتحي يعني من سننا كان فتحي. تمام. في عندنا بقى اولاد الحاج اسماعيل عدنان، كان اللي انا اعرفه الوقت ده محمد ومحمود، كانوا من ضمن الجيل بتاعنا. كان عندنا برضه ولاد عم الشيخ فتاح السيد الاستاذ كمال والاستاذ شحات اللي اسمه حسن، يعني هو اسمه حسن بس بيقولوا عليه شحات. تمام. في عندنا اولاد عم الحاج صلاح العدويه بقى. صلاح العدويه مين؟ اللي هو ابو سعد حاليا وابو كمال. سعد العدويه اللي هو عثمان اللي هو مشهور منهم حاليا اسماعيل العدويه، جده كان صلاح ومراته خالته توحيده رحمه الله عليها ورحمه الله عليهم جميعا يعني. كان اشهر ناس بتبيع خضار في التوقيت ده. صح. في المنطقه كلها في شارع السرايا كله كان هم الوحيدين اللي يبيعوا خضار في دكان حاليا مش يعني مش عارف اجيبه لك ازاي. بعد ما تخلص عند تامر السعداني وانت نازل على سيدي عبد المجيد كده وتكسر شمال تاني وتمشي على طول بيت الفروش ده على طول. تمام. هو ده كان دكان عم صلاح العدويه رحمه الله عليه. ودي كانت يعني نبذه بسيطه عن الجيل اللي كان موجود دلوقتي في شباب شارع السرايا في السبعينات. نبدا من الالعاب. كان اشهر حاجه في التوقيت ده بسام كان لعبه الدوده. تمام. الدوده دي عباره عن ايه؟ عصايه كبيره كده وعصايه اصغر منها. الكبيره اسمها الدوده والصغيره اسمها العصفور. وبنجيب طوبتين زي كده بس بالسن زي كده بالظبط، بنحط طوبتين واخد بالك كده في الشارع واحنا بنلعب كده، نمسك الدوده اللي العصا الكبيره والعصا الصغيره اللي هي العصفوره دي، نروح ضاربين الكبيره الصغيره بالكبيره كده اهو ونحدفها بعيد. وبعد ما احدف باقوى قوه بروح حاطط العصا الكبيره اللي هي الدوده دي على الطوبتين. مطلوب بقى من العصا دي بقى يمسك العصفوره دي ويحدفها وينشن عشان يعديها. لو نجح يعديها منين؟ من تحت من النص. تمام. ادي لعبه الدوده. في لعبه ثانيه لعبه الرف. الرف اللي هي معروفه لحد دلوقتي. تمام. اللي هي الملك والكتابه والكلام ده. في بقى لعبه الصور، كان زمان بيعملوا ايه صور لاشهر الفنانين كلهم كانوا بيعملوا صوره ورقه صغيره كده كنا احنا كان فتحي حمامه احمد مظهر امينه رزق الناس اللي هم كبار دول بيعملوا صور صغيره كده وتتباع لوحه كبيره مجمعه للصور دي. نجيبها احنا نجيب اللوحه دي نقطعها ونجمع الصور دي ونعملها بايدينا ايه كميه كبيره كده ونلعب يعني. يلا نلعب الصور عم نسبح نلعب الصور. هتلعب معايا هتلعب كله ولا نص؟ كل لو انا لعبت بالرفه امسك الرفه كده اروح انا رافع الرفه وانا هضرب كده تيجي تقول لي مثلا الصوره دي واحده كل مالك لو جت كتابه انا اخد الصوره واخد بالك يعني كل يعني مره واحده مفيش تقول لي نص يعني لعبك على مرتين. تمام. يعني مالك جت كتابه اروح رافع تاني والعب لك واحده تاني. تمام. طب جت مالك من اول مره محاوله واحده بس. لا لو جت مالك من اول مره يعني انت قلت مالك وخدتها واحنا بنلعب نص ابتدي العب معاك بقى من اول مره انا اللي العب معاك وهكذا. تمام. واخد بالك نفضل نلعب بقى اللي يخسر يروح يشتري تاني لوحه تاني وهكذا طول النهار نلعب بقى ايدينا دي ايه من كتر الرزع والدم والتراب يا سيع تعالوا خشوا وانتوا بتلعبوا وانتوا واخد بالك. دي لعبه الصور. في لعبه ثانيه كانت اسمها لعبه اسكندرتين بالليتين. تمام. كانت عباره عن ايه بقى عن 4 افراد 3 وقائد. الثلاثه دول بيعملوا ايه 4 و4 الثلاثه بيميلوا كده واخد بالك وثلاثه التانيين الخصم بيركبوا على الثلاثه اللي واقفين ونحن كده. واحد من الرابع بتاع دول والرابع بتاع دول واحد المتحدث وواحد مغمى عينه وبنتفق على كلمه سر للي راكبين بقى. يعني انا واقف مغمى عينك انت كده الثاني ومتفق مع اللي راكبين فوق على كلمه سر. افضل انا بقول ايه اسكندرتين هم يردوا بالليتين الطير احمد السلطان حلف ما ينزل ولا يستنزل. هم الثلاثه مرسين جنب بعض الا مثلا بكلمه السر الاولى ايه الا مثلا بالكتاب. الكتاب عارف نفسه من الثلاثه يروح حادف وراح انا شايل ايدي هو مثلا يقول فلان لا مش هو غلط نعيد تاني وهكذا. دي لعبه اسكندرتين بالليتين. في لعبه عنكب. عارف انت لعبه عنكب نقعد واحد يقف والثاني يركب وراه وننط من بعيد مجموعه يبقى واحد واقف عمود كده وثلاثه مش شعبطين ورا بعض في زي العربيه كده انك تنط والثلاثه الثاني يركبوا وانك تنط توسع للي بعدك نطتك تيجي اسرع تخش الاولاني خالص وهكذا. واخد بالك دي كلمه لعبه عنكب. لعبه البل
البلي زمان كان بيتلعب بطريقتين. في طريقه المثلث ان احنا نعمل مثلث كده على شكل 7 ونرص فيه مجموعه بلي كده ونقعد نضرب من بعيد على اساس نطير من المثلث نفسه. في لعبه البلي بيتعمل بلوبركه، واخد بالك ان احنا نضرب البلي نضربه يقع في البركه نفسها زي لعبه الجولف بس على زمان. نفس فكره لعبه الجولف، واكاد اشك ان لعبه الجولف متاخده من لعبه البلي بس هي في البلي بالايد، الجولف بالمضرب. تمام. بقى كده يعني كل اللعبه دي متاخده من كده. ده لعبه ايه؟ البلي. في لعبه الطر والوزير. الطر والوزير دي كانت بتلعب ازاي يا بسام؟ كنت تجيب الشبشب اللي لابسه بتاعك، نروح عاملينه وطابينه على بعض كده الظهر في الظهر، ونروح رافعين لفوق كده ينزل الشبشب. لو نزل وش الشبشب كده تمام الوش فوق يبقى كده الطر. الطره دي معناها ايه؟ معناها نمسك الحاجه اللي تضرب بيها. طيب رفعت كده وجه ظهرين يبقى ده الوزير اللي هيحكم. تمام. حلو. رفعت كده وجه ايه؟ وش وظهر. يعني 3 اشخاص او 4 اشخاص بيلعبوا، كل واحد يحلف مره. جيت كده راحت وش وظهر، شفت شبشب ووش وظهر، يبقى ده الحرام. تمام. خلاص كده بقى عرفنا مين الطره اللي هو الملك، المفروض هو الملك اللي هيضرب، والوزير اللي هو الحكم، والحرام اللي هيتضرب. خلاص كده بقى ايه؟ تمام. يجي يقول لك ايه؟ اجي بقى انا خدت الطر اهو، يعني لعبت خدت الطر وانت خدت الوزير وده الحرام. اجي انا اقول لك ايه؟ اجي انا الملك اقول لك وزير يا وزير. تمام. يرد يقول لي حكما كثير. اقول له تحكم بايه؟ يقول لي مثلا 20 ضربه مش عارف ايه. تمام. نيجي بقى نشوف الطوره نفسها كانت عباره ايه. المنديل بتاع زمان كنا نبرمه بقى جامد 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 كده، وكنا زي في الافتراء نعمل ايه؟ الحرف بتاعه قديم. يجي بقى يحكم بالايه؟ العدد اللي انت حكمت عليه الوزير. اما انا بقول لك وزير تقول لي حكما كثير، يعني انت بتطمع ان انا ايه؟ انت عايز حكم كثير. اقول لك ايه؟ تحكم بايه؟ تقول لي 20 مثلا ضرب. اروح انا وافتح ايده واضرب جامد ايه؟ بال 20 ضرب. كنا احنا بقى كان اللعبه دي مش اي حد يلعبها، كان اجيال معينه او بمعنى صح اللي يستحمل ايه؟ الضرب ده. كان احنا الجيل بتاعنا بقى ايه؟ صغير. كان الاكبر منا على طول كان مجدي حنيش المزين ومجدي السعداني وكمال شانن ومحمد سامنه وسامح الناس. يا جماعه عايزين نلعب معاكم. يا ابني مش هتنفعوا انتوا صغيره ما تستحملوش. والله ما بتستحمل يا عم، ما تستحملوش والله. بس طب جرب، طب افتح ايدك كده. يفضل يضربنا 5 6 واحنا مستحملين بالعافيه عشان نبتدي ايه؟ يقول لا طب ده خلاص ناخد ده، لا ده مش هينفع. يبتدي يدخلونا معانا في لعبه ايه؟ الطره والوزير. دي لعبه الطره والوزير. في لعبه الكبه. بس الكبه دي كان اقرب للبنات من الصبيان. اللي بيجيبوا 5 مكعبات كده اهوت، يقطعوا 5 لا مش شقفه، الكبه مش شقفه. ركز لك انت فرق بين الاثنين. الكبه كانت عباره عن حتت زي حته التبشير الصغيره كده، قوالب صغيره كده، يعمل 5 حتت كده، ويبتدي البنت تمسك الكبه، واخد بالك؟ تروح ايه؟ تقول لك كده نلعب الكبه، يلا تروح ماسكها تقول ايه؟ يلا تروح فرضاها في الارض كده، تروح ماسكه بقى واحده في ايديها وتروح لما ايه؟ تبتدي تلم كده. دي الكبه. كان في الفخ اللي هو ايه؟ نجيب برضه نفس الفكره بس شقفه ونعملها على ايدينا كده، ونفضل نعمل كده ننزل لحد ما ايه؟ نقطعها على ايدينا. يفضل ايه؟ يفضل واحد، ما فضلش يبقى انا كده ايه؟ ده لعبه الفخ. في لعبه ايه تاني؟ يعني الفخ دي الهدف هنا انك تبقي واحد بس، تخليهم على ايديك وباقي واحد. ما عليه. في لعبه السبع طوبات. السبع طوبات عباره عن ايه بقى اللعبه دي؟ واخد بالك؟ بيبقى كوره في الطرف ده 7 طوبات، بنجيب 7 طوبات معانا بس مدرجين زي الهرم كده، بنرصهم على بعض، واخد بالك؟ بيجي واحد اللي ماسك الكوره من بعيد عن مسافه معينه، امتار معينه، بيحدف، يروح حادف الكوره. لو ضربت الطوب ده مطلوب من الخصم يعمل ايه؟ ان انت عايز تجري بسرعه ترص الطوب ده تاني زي ما كان، واثناء ما انت بترص انا بحدف ايه؟ بحدف عليك الكوره وانت تفاديها وترص، والتاني بيحدف عليك الكوره، انت في النص واحنا بنحدف وانت بتحاول ترص الايه؟ ترص الطوب، ترص ال7 طوبات. لو انا ضربتك وجت فيك يبقى انت ايه؟ واقع. اسمها واقع. يعني ايه؟ كنا بنقول زمان لا واقع ونحلف، لا مش واقع، كان ايه؟ الخلافات واقع ومش واقع. دي لعبه الايه؟ 7 طوبات. لعبه الثاني لعبه كان اسمها غريبه قوي، الحجر دار يا مسلمان. الحجر دار يا مسلمان. كنا نقعد على رجلينا كده، واخد بالك؟ نقعد جوه وفي فراغ ما بين رجلينا من تحت كده، ومعانا حجر، ونبتدي ايه؟ واحد بس واقف والدايره موجوده، نفضل نعدي نعمل بالحجر كده على الارض ونعديه من بين رجلينا. الحجر دار يا مسلمان، الحجر ده، يبدا يلف الحجر من ايه؟ مطلوب من الواحد ده يعرف الحجر فين؟
الحجر مع مين؟ مع مين؟ يعني هنلف كده دايره، الحجر ده يا مسلمان، ويفضل ايه بيتنقل ما بين رجلينا من تحت من غير ما يشوف كده. مطلوب من اللي واقف ده ايه؟ يعرف الحجر مع مين بالظبط، الحجر وصل فين. تمام. لو نجح ان ايه؟ يجيب هو مين؟ لو جاب بسام يبقى بسام يقف مكانه ويقعد هو مكانه، يبدل ويبتدي ايه، وهكذا اللعبه دي. تمام. اللعبه تدور. في لعبه ايه بقى تاني؟ دي بالنسبه للالعاب. في تاني. دي بالنسبه للالعاب. في بالنسبه بقى لفتوه الشارع. فتوات الشارع. لا هو كان فتوه واحد. فتوه واحد الشارع. فتوه واحد. اللي هو كان مين؟ عارف دلوقتي الاستاذ حسين حاج عيسى؟ حسين مدرس ابتدائي. كان سوري يا استاذ حسين، معلش انا انا كل زمان كده، وده يعني احنا فتوات ادب زمان. كان زمان نقول ايه، كان اخوه سعد الحاج عيسى. كنا مسمينه معلش استاذ حسين سعد اعتماد. تمام. واخد بالك؟ سعد ده كان قصير، كان كاركتر كده قصير تخين، واخد بالك، منفوخ كده، وكان ده بينام كده، واخد بالك. احنا سعد فين بقى؟ بيته الحاره اللي بعد جامع السهريه اللي فيها الورشه الخشب دلوقتي. تمام. سعد ده يروح طالع واقف قدام قبل سمير واقف بالظبط كده، يروح واقف وعامل كده. تيجي بقى انا نازل بعتني اجيب حاجه، او انا رايح فين؟ انا رايح اجيب حاجه من احمد النجار. ارجع يا اروح انا راجع تاني، ده سعد مش عايز يعديني، واخد بالك، وهكذا بقى. بس انا رايح اجيب حاجه، رايح فين يا عم سعد؟ لا كنا احنا عايزين بقول ايه، احنا من رجالتك يا عم سعد، طب تعالى اقعد كده جري هنا يقف قول لي بس، يفضل ايه عامل علينا فرده، رايح جاي اللي رايح يعدي واحنا مش عارفين ايه نعدي منه خالص. كان لما يجي حد مثلا انا رحت مكان تاني وحد ضربني، منطقه تانيه نزلت السهريه، نزلت شارع البلح، ذبيحه، واحد ضربني، انا جاي اشتكي لمين؟ عم سعد. يا عم سعد ايه الواد ابن مش عارف مين ضربني، ضربك ازاي تعالى هات الشرمب. الشرمب ده يا بسام. نبدا نجيب السلك الكهرباء بتاع زمان ده ونلف عليه سلوك تاني وده اسمه الشرمب، واخد بالك، ويلا هادي انا بقول لك مين ده اللي ضربك ده فلان الفلاني ومش عارف انت تبع مين. لا انا ما قلتلوش تبع مين، قلت له لا ما قلتلوش، ما حدش قال كده. كان ده الفتوى بتاعنا. سعد ايه؟ كان يجي بقى يحكم علينا، طب انا عايز اجيب حاجه، هو غدت عليا. شوف القدر يعمل لك ايه. هو انا فوق عند فتحي هنيش عايز انزل اجيب حاجه من السرايه من احمد النجار او من صنع دي جنب ابراهيم زي يقول لي لا مش هتعدي، يخليني ارجع تاني الف ازل سيدي عبد المجيد، الدوار، سيدي عمر، السهرايه، الف اجي عند المكان بتاعه هو كده، اجيب الحاجه وارجع تاني من نفس الايه؟ نفس الطريق. شوف بقى المسافه قد ايه، عشان هو ما رضاش ايه؟ ما رضاش. ده كان الفتوى الجدع في نفس الوقت يعني. كان في ايه تاني في نفس بعمل فاصل بقى. الشارع مين تاني؟ نيجي للاكلات بقى ولا؟ كده كان في الاكلات بقى. اشهر الاكلات كان في بقى في التوقيت ده، كان في اشهر الاكلات اللي كانت بتتعمل في الشارع دي. كان في حاجه اسمها كزبريه. كزبريه اقول لك بس موقف معاها وبعد كده ايه بناء عليها تفهم. الكزبريه دي ايه، جينا في يوم ماشي رايح المدرسه الصبح، فكان العاده قبل ما حد يخرج من الاطفال الصبح ايه هتعملوا اكل النهارده، تقول لك على الاكله قبل ما تمشي انت بتبتدي تأهل نفسك نفسيا ايه، لو اكله حلوه تمشي انت بقى منشكح وتمشي بقى ايه مظبط، هرجع اكل ايه اكله حلوه، وحشه تبقى مأهل نفسك. طب وانا خارج يا امي هتعملي ايه الاكل النهارده؟ قالت لي اسكت هنعمل النهارده كزبريه. رحت انا رايح المدرسه ماشي بقى طول النهار ايه متظبط وعمال ادندن واعمل ايه انا اكل كزبريه. رجعت المدرسه لقيت الشنطه بتاعي يلا هات الاكل، وفاجئ بالكزبريه قدامي تطلع ايه؟ الفول النابت، واخد بالك، مفتوح 2 محطوط على رز طبيخ متقلبين بعض بقوطه. ده اسمه فول على رز، الاسم البلدي بتاعه فول على رز، لكن الاسم العلمي اللي هم بيحبوا الناس يقول لك ايه كزبريه. فكان موقف يعني كده يعني. كان في حاجه اسمها العصيده. العصيده دي يعني حاجه زي الدقيق، يجيبوا حاجه دقيق ويحطوا عليه ماده كده مش عارف يعملوا ايه، حاجه كده عصيده يعني حاجه جامده قوي، وكانت اكله برضه في نفس الوقت. كان في حاجه اسمها الرشته. الرشته كانوا بيعملوا ايه؟ بيعملوا عجين، يعملوا عجينه رقاقه رفيعه جدا، وبعد ما يعملوا الرقاق يقطعوه حتت زي اللقم كده، ويروحوا حاطينه على النار مع رز، رقاق على رز،
ويملوا حله كبيره، يعملوا حله كبيره كده وعليها مرقه وبتاع، وتيجي ايه يلا نغرب بقى، يروحوا غارفين كل واحد طبق ايه، دي الرشته. واخد بالك؟ نيجي بقى للمخروطه المخروطه والمفروكه. كان في حاجه زي الرقاق مع العسل كده مش عارف. ما هي المخروطه والمفروكه كان حنفي زرزور ومراته نجيه. كان فين بقى الحاره اللي لازقه بدورة الميه بتاع سيدي عبد حاليا. فوق كده كانوا عاملين دولاب، الست تاخد العجين بتاعها، تجهز العجين بتاعها، يروح هو ايه يعمل لها في الدولاب اذا كانت مخروطه او مفروكه. المخروطه ايه بقى؟ المخروطه بتنزل العجين تخين شويه، المفروكه بتنزل مبرومه كده، يعني بتنزل خيوط كده. دي المفروكه والمخروطه. في ايه تاني؟ كان بقى ايه كفته. كفته من زمان ومن دلوقتي. كانت الست عشان تعمل كفته زمان تعمل ايه؟ تروح جايب الرز الخلطه بتاعته، واخد بالك؟ كل مكوناته كلها. دلوقتي احنا بنعمل في المفرمه وفي كبه وفي بتاع. كان الاول تجيب الست عشان تعمل الكفته تجيب المكونات بتاعتها وتقلبها كلها وتجيب الهون، وتقعد بقى بايد الهون وتدق تدق 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 لحد ما تبتدي تنعم. اذا اكرمها ربنا وكان في التوقيت ده في لحمه كانت تبقى لحمه، كفته بلحمه. ما فيش لحمه تبقى كفته عاديه واسمها كفته. تقعد تدق تدق لما تطحن الحاجات كلها وتبتدي تصبع وتعمل دي كفته. دي كانت ايه بعض الاكلات اللي انا فاكرها يعني. ايه تاني؟ اللبس بقى. خش على اللبس. تمام. الملابس بقى في ملابس اتقرضت دلوقتي ما عادش حد بيلبسها. كان زمان بقى اللبس كان فيه التربيع. التربيع ده كان بيلبسها مين؟ البنات العرايس الجديده. كان البيت دلوقتي عشان في بنات بتشتغل تقول لك انا واقف في مكتبه، انا رايح في صيدليه، انا رايح في سوبر ماركت. كانت البنت زمان عشان تشتغل تعمل ايه؟ تحسن دخلها وعايزه تجيب قرش عشان تكون نفسها، تروح تجيب من بربري السبك اللي احنا قلنا عليه قبل كده، عنده كلف وعنده زي رايل وعنده خيط، تروح تجيب الخيوط اللي هي عليها دي وتبتدي تشتغل حاجه شغله الترابيع في البيت. التربيع دي عباره عن حاجه زي منديل كده، وتبتدي تعمل على الحرف منديل اشكال بقى مكعبات وكور وحاجات وبتاع. تروح عامله التربيعه دي بتبتدي ايه بقى تبيعها او تديها لمين؟ اللي تعملها دي التربيع. كان بيلبسها ايه يعني اللي تحب ترسم نفسها وتقعد اخر النهار بعد ما تخلص شغل وتعمل كده، تروح ايه لابسه التربيع وقاعده حاجه يعني ايه الوان بقى مختلفه، احمر وحاجات كده. وفي الاشرب، كان الاشرب ده حاجه بقى ايه؟ حاجه احدث من التربيع. كان اللي يسافر السعوديه مثلا فرنسا يقول لك ايه؟ هجيب دسه اشربات افرقها على مين؟ على سكره هدايا. كان الاشربات بقى زمان كبيره قوي، اشكال ايه؟ اشكال هندسيه. كان في القميص الملز، وكان مش اي حد يلبس القميص الملز، ومش اي حد يصنع القميص الملز. يعني في حد يلبس القميص الملز. لبس الملز انت عارفه كان عارف شكله انت طبعا قميص الملز، وكان في زرار احمر هنا، كان دايما لازم الزرار الاحمر هنا زي الفص كده يتعمل كده، والست تلبسه واسع قوي كده، مش اي حد يظبطه كده ويشد. والست خارجه تقول لك ايه مشمور يعني ايه؟ هي تسالها قبل ما تمشي كده، يا بنت مشمور؟ يعني مرفوعه من ورا. لا يا اما استني، تروح تشد لها ايه؟ تبتدي تشد كده تظبط لها وتخرج. كان اشيك ناس تلبس القميص الملز، اشيك ناس في الناحيه كلها. يعني مش بنحابل حد وبنعمل حد، كان بيد الظبط. وما زالوا حتى الان في بعض الناس منهم بيلبسوا القميص الملز. كان فاكهه يعني، حاليا في الوقت الحالي فاكهه. ده القميص الملز. الرجاله بقى كان اشهر ملابسهم يعني. كان الرجاله اللي اشهر ملابس في الوقت ده كان الناس اللي شغاله كان يقول لك الوردروبه. الوردروبه دي بقى ايه؟ يعني زي الحفيته بتاع الشغل، حاجه زرقاء قماشه زرقاء وتتفصل وردروبه كده، حاجه كان يقول لك ايه؟ اعملها لي كوم بالطو. كوم بالطو يعني ايه؟ عادي زي الجلابيه العاديه دلوقتي كده، وعمال وردروبه بحيث انها تستحمل شغل الوساخه دي بتاعت الشغل. اما يجي خرج في النهار بقى كان لازم اهم حاجه التلفيحه. تلفيحه. وكانت التلفيحه مش اي تلفيحه، كان في تلفيحه بيش والتلفيحه السمراء. كان اشيك التلفيحه السمراء، كان يروح يلبس التلفيحه، يلبس الجلابيه الجلابيه ما تظبطش الجلابيه، يجي خارج يروح حاطط تلفيحه كده واحده كده. في واحد يعني لو في كنت درج ازاي يروح عاملها كده الاول، حط تلفيحه على كتفه كده. وفي واحد يمشي بيعمل كده، يحط فرده كده ويسيب الثانيه، ويفضل ما ماشي يمشي كده، يعني شيء من العظمه. في واحد يرفع واحده كده وواحده كده ويمشي برضه، ده شيء من العظمه. تمام. بالنسبه للصبيان الصغيره كان في الملابس اللي هي المقلمه دي، كان في كاستور. وما ادراك بالكاستور. الكاستور ده كان فيه بطايق غير بطايق التمرين، كان بدأت تعمل جزئي للقماش. كان المكان ده كان بتاع محمد شعبان. الدكان حاليا بتاع البلاي ستيشن اللي جنب الجمعيه الاستهلاكيه ده كان بتاع الدعم. كنا نروح ناخد البطاقه، تصرف حصتك من قماش الكاستور المقلم. وما ادراك بالتقليمه بقى بتاع الاطفال في الوقت ده، كانت تقليمه جذابه بالنسبه للاطفال، ازرق فابيض خطوط طوليه كده وبتاع حاجات يعني
اللي كان يلبسها ده كان ايه، كنا بنعملها احنا دلوقتي في الوقت اللي كان الطلبه يعني اللي يعمل بيجامات، مش اي حد يعمل بيجامه، اللي كان يعمل بيجامه ويمشي بيها كان يعني حاجه ما ينامش، ياخدها ويحطه طول الليل لحد يمشي الصبح يمشي بالبيجامه، واخد بالك؟ كان برضه في هذا الوقت كان في سديري عند جمال. ده السدير ده كان في ناس معينه بتتفرج، وكان في الطاقيه وفي مكوه الطاقيه. مكوه الطاقيه نفسها في واحد الغرب ما بين الفرن بتاع الفيل الغرب حاليا اسمه صلاح البدوي. كان عنده طربوش والطاقيه، تلبس الطاقيه وتكويها وتيجي تلبسها والسدير يعني تمام. كان في كمان السروال ابو سلبه. كان في سروال يتلبس تحت الجلابيه للجماعه. لا ما كانش لسه سلبه. لا انت بتتكلم عن سوري في اللفظ الهيس. تمام. بدكه. الدكه دي كانت عباره عن ايه؟ حاجه كبيره قوي تخن زي فيلم عادل امام بتاع كان اسمه ايه فيلم عادل امام؟ اللي هو بتاع الساعه ب5 جنيه والحساب بتحصل. اللبس اللي كان لابسه كان بيلبسوه كده الناس زمان ويقعدوا كده، والدكه دي بتربط عشان ما يقعش وكده. دي كانت اشهر الملابس. كانت اشهر الملابس. وكان في سيدنا محمد كنت عايز اقول حاجه تاني. الشبيكه. ايه الشبيكه؟ الطاقيه الشبيكه. ده الطاقيه الشبيكه دي ترفيه، حاجه ترفيهيه جدا. بدات الناس تروح ايه بقى ايه اللي يقول لك انا رايح السعوديه اشتغل في السعوديه، كان حاجه بقى ايه هو راجع من السعوديه بيعمل ايه؟ يجيب بس الطواقي شبيكه، حاجه رسم بقى كده ايه، الواحد يلبس الطاقيه كده يسرح ويلبس الطاقيه ورا شبيكه، واخد بالك، يمسك السبحه حاجه منظره كده الساعه، كان حاجه مشهوره في الساعه بتاع زمان برضه، كان دايما كان شباب عشان يعرف يلبس الساعه ويروح يتصور يعمل ايده كده عشان الساعه عشان الساعه بقى. كان في حاجات زمان كده ظريفه يعني. كان في ايه تاني يا استاذ بسام؟ كنا قايلين ايه؟ كان في الخياطين بقى في الشارع بتاعنا ده. اشهر خياطين شارع ضرب. اشهر خياطين في شارع السهرايه، شارعنا الشارع الجميل ده كان اشهر خياطين. وانت طالع كده من فوق كان في الحاج عبد العظيم الرفاعي اللي حاليا في الشارع الابلي، كان في الحاج محمد الرفاعي اللي هم اولاده دلوقتي صلاح واحمد. تمام. كان في عم السيد قطيشه برضه كان اسمه السيد قطيشه. تمام. يبقى فكرني بس اقول لك كان قصه جامع السهرايه والمؤذنين برضه. تيجي بعد كده عم علي الرفاعي برضه طبعا كان ده خياط. تمام. كان في شوقي ابن عم علي بقى معاهم، ده الله يرحمه مات، واخد بالك؟ دول بالنسبه للحريم بقى كان في وانت طالع كده خالة رئيسه مرات عم ابراهيم شباك ومشين، دي حريم. في خالة امينه المزين ام استاذ فتحي المزين وام مجد وامينه حنيش. كانت خياطه حريم. فتحي حنيش كانت امه شرفت. بس الحاجه كانت في الوقت ده ناس افاضل يعني. وكانت الحاجه روحيه سنه الله عنها الحاجه عمنا. تمام. دي برضه اشهر خياطه حريمي كانت في الوقت ده، وكان لها صيت جامد. كانت بيحصل ايه بقى بس كان زمان البنت عشان تيجي تتجوز كان من ضمن الاتفاق العريس والعروسه الخياطه، دي كانت قصه. تروح تحجز الخياطه تقول للحاجه ربحيه انت فاضيه هتجيلنا امتى؟ خلي بالك احنا عندنا 50 جلابيه او 50 حته هتفصلهم للبنت وتيجي. لا تبتدي بقى طب انا هاجي لكم مثلا الفرح امتى يا بنتي؟ الخميس. طب انا هاجي لكم السبت، هبعت لكم المكان الجمعه بالليل، واخد بالك؟ تبتدي الجمعه بالليل تجهزوا لي حاجه وكذا كذا، وهجيب البنات واجي البنات بتاعنا بالخياطه. يبتدوا بقى يقعدوا فرحه، واخد بالك بقى ايه، يبتدي يلقوا البنت بقى تبتدي تخرج الهدوم بتاعتها، تبتدي تفصل وتعلق وعامله حبل زي الحبل غسيل تحط جلابيه عشان عرض عشان الناس تخش، وتبتدي بقى الناس اللي تيجي بالك تبتدي تنقط مين؟ تنقط العروسه. تنقط الخياطه. نفسها. تمام. واخد بالك؟ نيجي للتنجيد بقى. كان اشهر واحد منجد مين في الشارع؟ عم فوزي المنجد. فوزي المنجد. بس هقول لك بقى مين دلوقتي في شارع السرايا. اسمعني بقى كان فين؟ موجود في شارع السرايا. يا بيه بس انا نسيته في الاول. كان عارف معمل التحاليل الاوضه البيت بتاع اخره كان فيه دكان. اخر المبنى ده كان فيه دكان، الدكان ده كان بتاع عم فوزي المنجد. كان اشهر منجد اللي كان كده يعني. كان ايه اما تجيبه كده لازم ايه عشان تقنعه حوارات عشان تقنعه نيجي في الصلاه. كان يعني شيك كده وفا كنا نستعين منه بغيره يقول لك سلاح بتاع الكفر. هو يقول لنا ليه يا عم فوزي؟ ما احنا رحنا نجيب سلاح بتاع الكفر. اما بدانا نجيب سلاح بتاع الكفر بدا سلاح الكفر يكتسح ايه؟ يكتسح السوق من مين؟ ياخد من فوزي. عم فوزي. بدا عم فوزي يبتدي يعمل ايه؟ يهدى ويبتدي يا عم ده انا بتاعك ده احنا بتوع بعض وبتاع. بدا صلاح فعلا بالفعل خد الايه؟ خد جو التنجيد. خد الايه تاني؟ تمام. نيجي لمسجد السرايا. تاريخ مسجد السرايا برضه في فتره السبعينات كان له عبق اخر يعني. مسجد السرايا بقى كان بيجي مين بقى؟
ده يعتبر في اول شارع ده. مسجد السرايا كان اول دورة الميه عشان توصل الميه، كان في حاجه اسمها انت شفتها؟ حنفيه وطنبور كده. نجدف. لازم نعمل ايه عشان تخش برضه؟ لك يا ابني تعالى ايه؟ نجدف. اعمل شويه، نعمل يد كده، نقدر نعمل ايه شويه. عم محمدي بقى كان ماسك ايه؟ خادم الجامع. عم محمدي كان قبل محمدي كان في واحد زمان بس انا مش ناسي اسمه. يبتدي يا ابني طب إيه عايزين نتوضى، اقعد يا ابني. ده بالنسبه للوضوء والميه. بالنسبه تعالى نشوف ندم بقى. مين هيندم بقى؟ كان في جد الشيخ حسين الشوني، كان في الشيخ عبد الغني شنن، ابو الشيخ عباس وابو كمال وابو حسين، وكان في واحد تالت بيخش معاهم في الاذان. الناس دي كان دايما خناقتهم في الجامع، ايه يا شيخ حسين انت اللي مدن العصر؟ ايه يا عم عبد الغني انت اللي مدن؟ كان دايما يخانقوا على مين اللي هيدن الايه؟ اشهر من ايه؟ من المصلين. وكان دايما وما يسيبش القبله عم الشيخ سيد قطيشه الله يرحمه، اللي هو السيد رفاعي كان بيقول عليه السيد قطيشه. كان مين اللي بينافسه في الموضوع ده بقى ويقلده ويستفزه؟ الشيخ الديب الشرع. الشيخ الديب الشرع كان يقعد ايه دايما كده لما يقف يصلي. الشيخ سيد كان له لازمه معينه بيقولها. الديب بقى كان صغير يقعد ايه؟ لما يكون في وقت فراغ ما بين الاذان يقعد ايه؟ يعمل جماعه ويروح مقلد مين؟ يروح مقلد نفسه الشيخ سيد نفسه بالظبط، وراح مقلده بالظبط. بدأ الشيخ الديب بقى سنه في سنه يخش ايه؟ في وقت الفراغ يخش امام، يخش بتاع. بس كان من رابع المساحات ان حد يقف في القبله. انا عم الشيخ سيد الله يرحمه كان هو الوحيد مش ممكن يسيب. كان في التوقيت ده بقى مين؟ الجماعات الاسلاميه والشباب بقى اللي هم بتوع الجهاد وكده، كانوا يخشوا ايه عايزين يقعدوا ويعملوا. كان هو بالنسبه لهم حاجه يعني مش ممكن، هو بالنسبه له مش ممكن يسيب وكان بالنسبه له حاجه مش ما طلقش يعني. ده كان لازم ننوع عنه عم الشيخ سيد قطيشه يعني. الحاج فتح سامي برضه مسك في المسجد. لا الحاج فتح سامي ما كانش امام. لا ما مسكش امام، وكان الى حد ما يعني على حسب معلوماتي ما كانش متعمق قوي في المسجد. اللي كان متعمق قوي في المسجد بتاع الرفاعي وجد الشيخ حسين، دول اللي كانوا يعني ايه متعمقين بالمسجد الجامع. كان جدي دايما يفتح الجامع الفجر ده، كان عنده راديو اخضر كده وربطه استكين هنا واستكين هنا، ودايما كان يكفرنا نروح نجيب الحجاره. نخلص الحجاره كنا نقول هم نروح نجيب الحجاره الراديو، واللنده دي جاهزه من بالليل تتمسح وتتلم عمالين بتحط فيها الجاز عشان ايه؟ هو خارج الصبح والحقيقه اللنده لازم ايه؟ يبقى اللنده تكون اللنده اللنده ايه بقى؟ اللنده نمره 10. في اللنده نمره 10 واللنده نمره 5. اللنده نمره 10 لا، اللنده نمره 10 لا، اسمها اللنده نمره 10 كبيره، اللي هي اللمبه بالجاز يعني. اللمبه بالجاز نمره 10 الكبيره، واخد بالك باللمبه بتاعتها كبيره. اللنده الصغيره اللي هي نمره 5 اللي هي الصغيره السهاري الصغيره برضه موجوده. بس بيستخدموها دلوقتي ديكور. اللنده دي لازم تعمر. بيقولوا لك عمر اللنده. عمر اللنده يعني املاها جاز. عمر اللنده مساحه يا بنت الايه؟ اللمبه. لا الازازه بقى ازازه اللمبه فين يا بنت؟ ده اتشرخت ياما. طب نجيب ايه؟ طب امسحيها. يجي اخر النهار بقى يبتدي من بعد المغرب كده في التراويح النسوان كلها تفتكر ايه؟ يا خبر ابيض ده احنا ما مسحناش الايه؟ اللمبه. ما مسحناش اللمبه. يبتدي يجيبوا ورقه، واخد بالك، ويمسكوا اللمبه كده. اللنده الازاز كده هي السماسه عشان اوصفها لك. اللنده الازاز كده عارف انت توصفها، وتبتدي تمسك الورقه تعمل تروح تلفها في اللمبه من ورا، وتبتدي تدخل الورقه جوه وتلفها بصباعها. طب صباعها مش شغال جوه خالص. الست الناس هتعمل ايه؟ تجيب الورقه وتروح عامله تبتدي تعمل كده لحد ما تنظف ايه؟ كان مش اي ست تنظف الازازه بتاعتها، كانوا بيفتخروا بازازه اللمبه. نبتدي من بعد المغرب بالظبط نظبط اللمبه تكون جاهزه 100 عشان نبتدي ايه؟ الدنيا تليل نبتدي نشغل ايه؟ النور. مش اي حد برضو كان يقص الشريط بتاع اللنده دي كانت عباره عن ازازه تحت وعده اسمها العده اللي فوق دي اللي بتربط في الازازه، وكان شريط من 10. الشريط ده خش بتدخله فيها وله زرار بيعلي وتوطي منه. القصه دي بقى مش اي حد يقص القصه دي. لو انت نجحت انك تقص القصه دي صح هتطلع اضاءه ايه؟ مظبوطه وحطها حلو. طب انت المقص حاول منك كده، تيجي الاضاءه تلاقي ايه؟ مخنوقه، تلاقي حته كده وحته كده. تمام. فكان مش اي حد برضه يظبط قصه الايه؟ عشان تبقى مستويه. قصه الشريط. كان في بقى حاجه ثانيه، القلل. صينيه القلل. تمام. واخد بالك؟ صينيه القلل كده كان يقول لك صينيه بتاع 4 قلل. القلل دي بيعملوا ايه بقى ايه؟ فكرني بالشيء. ال4 قلل دول يمسكوها بقى تدعكها الست الناصحه تاني اخر النهار تعمل ايه بقى؟ تروح ماسكه القلل دي بالرماد والحك وبتاع. وكان دايما عشان يعمل الست الناصحه تعمل ايه؟ تجيب حرف القله من فوق وتجيب حاجه سودا كده زي الطينه. الطين زمان كان نضيف يعني. تروح عامله حرف سور القله كده شكل جمالي، وفي غطا فخار بتحط عليه، وترسم القله ال4 قلل بالصينيه وتملاهم وتبتدي تحطهم على الشباك. واخد بالك؟ دي حاجه شيك كده. اللي عايز يشرب ميه ساعه يمسك القله يفتخر كده قاعد ورا وبيرفع القله ايه؟
دي كان احلى حاجه في التوقيت ده. الشهيده بقى، الشهيده بنعمل ايه؟ كنا بنجيب الشهيده واخد بالك، كان لازم عشان الست مثلا تقول لك لا ما ينفعش الشهيده تحطها كده، لازم تعمل الجزء التحتاني تجيب شويه اسمنت وتروح عامله ايه؟ القمع بتاعها بتاع تمر اسمنت عشان الرش هيبقى ايه؟ الميه حلوه. كان دايما يجي يقول لك ايه نحط الشهيده، نحط الشهيده يقول لك ده بتنقط، الشهيده بتنقط هنتصرف فيها ازاي؟ حط يا بنت علبه تحتها او طبق، يعني الست الخايبه تقول لك ايه؟ تحط طبق مخروم، تحط يخر الخر تاني، تحط علبه، اللي تحط جردل، اللي تحط مش عارف ايه. الله طب يا بنت طب ما تغطي الشهيده. كان دايما الخلاف في البيوت يقول لك ايه؟ يا بنت حرام عليك غطي الشهيده ده بتعفر. في اللي كانت تغطي الشهيده بيبقى غطا حله على قد الشهيده من فوق. في الشيك بقى، الناس الشيك الناس المودرن تعرف النجار تقول نعمل له غطا خشب وتعمل له حاجه خشب برضه تحطها فيه. كان برضه الاذواق والنظافه والبتاع بتظهر. كان دلوقتي في التوقيت ده بقى مهم جدا في الشارع ده. الله طب احنا دلوقتي ما عندناش ميه، ما عندناش ميه حلو، كنا بنستخدم الماسوره، عارف انت الماسوره؟ تمام. طيب احنا دلوقتي ما عندناش صرف صحي. الله طب هنعمل ايه؟ طب انا كده في حمامات، كنا نعمل حمام بنعمل ايه بقى؟ عشان تعمل الحمام في البيت لازم تعمل الطرنش. عارف انت الطرنش اللي هو ايه دلوقتي؟ اللي هو بالافرنج دلوقتي الخزان بتاع زمان اللي تحت الارض. الله طب مش اي حد برضه بيعمل خزان، طب نعمل خزان، الطرنش ده اعمله ازاي؟ يقول لك خلي بالك مش اي حد يعمل خزان، لازم تفحطه الاول فحطه نظيفه وتعملوا اسوار كلها من جوه بدبش وتروح تدلق فيه شوالين ملح. كان شوال الملح زمان 100 كيلو مش زي دلوقتي الكيس ب 50 قرش. تطلق شويه ملح وتظبط وبتاع خلاص يا عم وتروح عامل له بانيه وعامل له فتحه. طب خلاص اهو، طب الخزانه اتملت، طب اعمل ايه؟ هتصرف ازاي؟ كان في واحد اسمه عم بيجيب دورة كنا احنا اطفال صغيرين ده اشهر كنا احنا نقول واحنا صغيرين كنا نقول ايه عم بيجيب بتاع الخرا، عم بيجيب دورة بتاع الخرا. دورة عم بيجيب دورة ده عم بيجيب دورة كان اسمه ايه؟ نزاح الخرا. انا الخزانه الطرنش عندي اتملى، طب انا هعمل ايه؟ يا اولاد احنا مش شايلين الريحه، طب شوفوا ايه؟ يجي عم بيجيب دورة، عم بيجيب دورة بقى يعمل ايه؟ يا عم بيجي احنا عايزين ننزح الطرنش. طيب انا عشان هنزح النهارده بتاع بسام يبقى انتوا بعد بكره اهو. يا عم مجيد مش طايقين الريحه والعيال يا عم مجيد الله يكرمك. طيب هاجي لكم بكره. عم مجيد يعمل ايه؟ كان يروح لابس جلابيه قديمه عنده قوي، يروح قطع كمامها كده قطع بتاع، وكان ماسك حصى زي فيلم شيبوب في عنتر بن شداد، بس بدل الميه كان هو بيحط ايه؟ صفحتين على الخشبه ويحط ملكته وماشي كده، يفضل رايح جاي ياخد من شارع السهريه ينزح الخرا ده اللي في الطرنش يودي على ترعه الدبيني عند الذبيحه، رايح جاي ولا 200 300 مره، وطول ما هو رايح بقى الطريق كله طبعا الصباح بتنقط، تفضل عامل خط سير وراه لحد الترعه ويرجع تاني وياخد تاني لحد ما شطب ايه؟ الطرنش راح منضف الطرنش خلاص كده خلص، تبتدي نستخدم الطرنش تاني. الله احنا كده عايزين نغسل، ولو غسلنا الوعي بتاعتنا وطرح الاكل بتاعنا، طب ما الخزانه هيتملي، لازم نشوف حل. يا اولاد مش ينفع كده واحنا كل اسبوع اسبوعين هنروح نجيب. طب نعمل ايه؟ يقول لك روح على اللبين نغسل على اللبين، طلعت اللبين اللي هي طلعت اللبين مفهوم. لا يقول لك لا الست ناس هتروح فين؟ المواسير، الشارع بتاعنا ده. يعني الناس بتروح على الترعه بسبب ان الخزان او الطرنش، ما عشان ما الناس بقى عشان الطرنش ما يتمليش، هتملي هجيب كل شويه. يقول لك ايه؟ طب اقول لك احسن حاجه نروح المواسير. المواسير حتى اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي بتاعتنا، الشارع البحري. المواسير بقى اللي هي المواسير حاليا كانت بتصب قدام مين؟ الماسوره جايه منين بقى؟ ركز. المواسير دي كانت عباره عن ايه؟ عارف بتاع سلام الديبه؟ كان في حاجه مبنيه قدامه كده صغيره كده اهو، بتمشي فيها الميه عشان توصل المواسير. حاليا المواسير تروح صبه في قدام بيت مصطفى نصر الدين، فبتبتدي تغذي المنطقه اللي احنا فيها دي كلها عشان زراعه. بس وش الماسوره بقى كان في حته مبلطه، اللي صار بتوع شارع السنه دي كلهم يعملوا ايه بقى اخر النهار بعد الغداء وبعد كله، يلم كل واحده تجيب طشت اسمه طشت صاج كبير تلم فيه كل الحاجات الوسخه بتاعت الايه؟ بتاع البيت، وتاخد ايه؟ ما كانش فيه صابون سائل، ما كانش فيه سلك، تقول لها يا بنت هات شويه رماد من المحمى معاك. المحمى بتاع الايه؟ تاخد طبق كده فيه رماد، الرماد ده اللي هو ايه؟ الماده اللي هتدعك بيها ايه؟ تنظف بيها الايه؟ الاطباق والطبيخ، تروح شايله كده وسخه ويمشي ويمشي بقى النسوان مع بعض. يلا يا ام فلان يلا معلان هنروح عليه رايحين المواسير. يبتدي بقى وهي ماشيه بقى يتصاحبوا مع بعض، اللي تشكي مشاكلها اللي تحكي حكايتها، يبتدوا رايحين بقى يستعرضوا هم جاي يتحدوا بعض. دي الحاجات بتاعتها بتبرق وهي راجعه، هو راجعين بقى يرجعوا بقى نضاف رايحين مسخين بهذا الوسخ، يبتدي يرجعوا يجيبوا بقى الحاجه بقى يبقى ماشيه كل واحده ماشيه بتفتخر ان هي ايه؟ ان هي حاجتها نظيفه. تبتدي ترجع تقول لك ايه رايك بقى؟ طب ما انا عايزين نغسل الفرش. يروحوا يبتدوا برضه يتفقوا ياخدوا الفرش بتاع البيت كلها ياخدوها على فين؟ على المواسير برضه دي، ينظفوها ويبتدي يجيبوها تاني فين؟ البيت. طيب
لو واحده كسوليه، واحده مش هتعمل كده، لا يا اختي انا لسه اروح المواسير. طب العكه حلوه فين؟ في البيت. كان الراجل اللي البيت يحكم عليها يقول لك ايه، ما ترميش فين؟ ما ترميش في الترنش. اعملي انت حر بس ما ترميش فين؟ طيب يابا انا هجيب هحط في الزنك. الزنك زمان اللي هو الباستيل لو تفتكر كان اسمها الزنك او الباستيل. تبتدي يعني تغسل وتعمل وتروح عامله ايه؟ مكومه الميه فين؟ الباستيل. باستيل او باستيل. لا حلوه، روح بقى فين؟ ارميها على فين؟ على اللبين. طبعا هي فيها ميه وسخه، تروح ماشيه على اللبين، تروح راميه الميه الوسخه، مش هترجع بقى وسخه عشان الناس ما تضحكش عليها، تروح دعكاها على اي ماسوره وتروح مليها ميه ايه؟ ميه نظيفه وتجيبها وهي جايه. فكانت رحله شاقه، بعرفك الترفيه اللي فيه الناس دلوقتي. طب طيب احنا دلوقتي، طب احنا خدنا وشربنا وصرفنا وعملنا، طب اللبس، طب انا عايز البس، عايز اعمل، طب ما فيش حاجه اسمها مكوى ولا في حاجه، طب انا اكل ازاي؟ غالبا ما كانش في حد عنده هدوم كتير يعني. طب انا عايز كان في بقى الشيمي العطار، عارف الشيمي انت العطار؟ عارف الشيمي العطار في السرايا. ده كان عنده فتح محل مكوى، عارف عبد بتاع الفاكهه كده؟ جنب بتاع، عارف صلاح الشومي؟ جنب الحلفاوي بتاع الحاجه الحلفاويه بتاعت هو بيتها. هي اسمها ايه الست دي اللي الحاجه بتاعت كان اسمه شو؟ بتاع الخميره. هو كان في بيتها، كان فاتح كده. طب احنا عايزين ناكل بقى، كان ايه بقى يقول لك اللي يروح مكوي يروح مثلا استاذ بسام عايز كان غالبا ما بيكويش انا اللي في الجيش. كان عندي كمان اخويا كان في الجيش، يجي اجازه قبل اللي ماشي يعني النهارده يمشي على الجيش، راجع من الاجازه يقول لي ايه خد الافرول. اقول ايه كان اسمه افرول، اقول لي فين؟ عند الشين، بس اقول له مستعجل عشان ايه؟ عشان الجيش. كنت نجيب، لازم تجيب الفوطه وتطبق فيها الافرول وتروح حاطط في الفوطه كده وتمشي ايه؟ شايل الفوطه كده زي نظام شيل الكفن كده. يا عم الشين يكوي لي الايه؟ اللبس بتاعي. طب واحد تاني عايز يبتكر يقول لك طبعا انا هات الجلابيه اروح اول بنطلون واروح فرده تحت الايه؟ تحت المرتبه. تحت المرتبه. طب دلوقتي انا لبست كلت وشربت ولبست، واخد بالك؟ طب انا هلبس ايه في رجلي بقى؟ كان ايه اللي ماشي دلوقتي؟ تمام. بالنسبه للكبار كان في البلغه. البلغه دي كانت البلغه البيضاء. يعني كانت بتتباع مجبس، يعني تيجي تشتريها تلاقي جبس كده فتله ماسكاهم الاثنين كده. مش اي حد برضه كان يلبس الايه؟ البلغه دي كان يلبسها يعني واحد ايه؟ واحد نضيف وفي لبسه وكل حاجه. طب انت في واحد، طب الشباب احنا هنلبس الصغيرين يقول لك كاوتش باتا. كان باتا دي فين؟ فرع باتا دي فين؟ في كرداس. هتعمل حوار انت بقى عشان تجيب، عشان تعمل كاوتش وعشان تجيب كاوتش لازم تحافظ عليه. مش العمليه مش سهله زي دلوقتي ان الكاوتش يتقطع وتروح تجيب كاوتش تاني او بتاع. لا ده كان حوار يعني، عشان تجيب كاوتش عشان تكرره تاني عشان بتبقى فيلم. طب احنا كلنا وشربنا ولبسنا وعملنا حمام، خلاص هنيجي ننام بقى. طيب العيشه ما كانتش زي كده، ما كانش في حاجه اسمها مسلح. كان في حاجه اسمها بيوت بالطين وبيوت بالايه؟ اللي كان قوي كان ايه يعني؟ طوب عادي. كنا طبعا كان في طوب صوان. لا طوب صوان والطوب العادي والسقف. المودرن قوي يجيب عروق. الراجل الغلبان يجيب فلان، النخله كده بتقطع ويحط فلان، واخد بالك؟ طيب احنا كده خلاص، ما احنا بنينا البيت وعملنا العروق وعملنا الفلان، طب عايزين نبيض. ما كانش بقى دلوقتي بلاستيك لا يقول لك ايه؟ تروح الكوشه. الكوشه دي فين؟ عند بنزينه مجد الزمر. بتجيب الجير الحي، تقعد تولع الجير ده على الدبش ده لما ينفجر. تروح تجيب، كنت بتجيب المتر يقول لك هات لي، يجي الموبايل ده لو اتفق معاك يقول لك هات لي متر جير. متر ايه؟ يعني انا عايز انا همحره، يقول لك طب يا عم بس انت عايز تمحر بيت؟ طب يخش يشوف الشغل يقول لك ايه؟ طب هات لي متر جير. المتر ده كان يقول لك 20 غلق او 25 غلق. المتر ايه؟ متر جير. متر جير. هو كان بيتحسب كده. تروح في بتاع الكوشه يقول لك ايه 20 غلق او 25 غلق، ويجي ياخد لك ايه؟ طب غلق اهو. طب ده انا جبت الجير اقول لك ايه؟ حطوا له قدام البيت كده حته واسعه وابتدي اطفيه. اعمل ايه يا عم الحاج؟ اجيب ميه وادلق على الايه؟ ادلق على الجير واروح بقى عامل مطفي وعامل دخان وبتاع، يبقى كده جاهز للشغل ايه؟ الصبح. طيب انا ببتدي بجيب له الرمل وبتاع، يبتدي يحط بقى هو الجير ده على الرمل ويبتدي يهزه. طبعا اللي بيهز ده بيموت بيعمى بتاع، واخد بالك؟ تعمل بسبب الرطوبه والقرف اللي احنا فيه بسبب الايه؟ الجير ده. طب احنا دلوقتي عملنا بيضنا وبتاع وعملنا، الله طب السقف ده انا نايم. اللي فلاقه دي كانت نخل. النخله كنت تقطعها 4 تبقى 4 افلاق تعلق كده بتاع الله. طب انا اقفل فوق سقف والفلاقه دي بايه؟ كنا نجيب جريد النخل نفسه ونعمله ايه؟ نص فوق الفلاقه نفسها. الله رجع لي ايه ده اللي احنا فيه ده؟ طب دي هتبقى ارض خصبه للحشرات والفئران وبتاع. وبعد كله نعمل ايه بقى؟ قلة الطينه يقول لك ايه؟ يلا بقى نعمل مخمره.
ايه المخمره دي؟ نبتدي نجيب الطينه بقى وشويه خرط وبتاع ونعمل ايه؟ بركه كبيره اللي هي تعتبر المونه بتاع دلوقتي. عايز اقول لك ترتيب المونه يعني طينه. يقول لك بقى عشان تعمل مونه صح مع مخمره صح تروح لعمك محمود زهره تقول له هات شويه موس. شويه موس. ايه الموس ده بقى؟ اما الراجل بيهز التبن بتاع الحمير النعم اللي بينزل تحت ده اسمه الموس. تجيبه تخلطه على الطينه وتعملها مخمره وحلو. ولا اولاد بقى عشان احنا النهارده هنعمل ايه؟ هنسقف. كانوا يقول لك هنعرش. تبتدي بقى اللي عندها بستله اللي عندها طاسه اللي عندها بتاع كبير تبتدي تشيل وتحط ايه؟ على السقف من فوق بعد ما سقفها. ده بقى السقف بقى. تيجي الست تعمل بقى مش سور دلوقتي. طب اللي عليها هيقعد. يابا اللي عليها هيقعد. طب انا هنعمل ايه كده؟ يقول لها يا بنتي اتصرفي. تروح الست تعمل ايه؟ تقول لك انا عايزه. طب انا هعمل ايه؟ تروح عامله حاجه اسمها ملياس الجله. ملياس الجله. الجله بقى عباره عن ايه؟ ما كانش زي دلوقتي. كان البيوت كلها فيها حمير وبهايم الستات كانوا بيتحدوا بعضهم بقى يعملوا ايه؟ الجاموسه بتاع بسام خارجه. انا عارف الجاموسه بتاع بسام خارجه. اجري يا بنت بسرعه تروح البنت عامله ايه مشمره ده كده وعارفه ان اول ما الجاموسه بتخرج بتروح ايه؟ اول ما ترفع ديلها عارفه انها ايه؟ تروح ماشيه وراها عامله تحت ايه؟ جل. واخد بالك؟ طب الجاموسه جابت على قدها خلاص. طب جابت كتير تاخد الجله بايديها وهي اسمع بس. هي عملت كده جابت قليل. هي تتمنى ان يزيد كتير. الدلدال البنت تقف كانت تعمل ايه؟ تفتح ايديها الاثنين كده. عارفه ان الجاموسه بتاع بسام خارج. يا بنت بسرعه عشان الجاموسه عملت بسام خارج. تيجي البنت بسرعه وتشمر ايديها. حاضر يا اما تجري بسرعه. واخد بالك؟ تمد ايديها ايه؟ تاخد الجله. اول ما الجاموسه ترفع ديلها معناها دي علامه انها ايه؟ انها هتبتدي الشخ. تنزل ايه؟ تنزل الجله. تروح مد ايديها الاثنين كده. هي بتتمنى ان تنزل كتير. لو نزلت على ايديها تاخدها. طب نزلت كتير تروح عامله كده. بص تنزل دلقه تحتيها وتروح عامله كده فرحانه ان هي بتجيب ايه؟ وتروح مقاومها. وبعد كده تروح تجيب حاجه تروح شايلها فين؟ من الارض. تروح شايلها في البيت وتديها فين؟ في البيت. طب هي بتودي لها الجاموسه ثانيه بتاعت فلان ثاني تروح راكنه دي بسرعه وتروح جايبه. روحت البيت بقى تعمل ايه؟ يا بيت يفطروا. يا بيت طلعي الجله فين؟ على السطح عشان ايه؟ نقرصها. تبتدي تاخد الجله وبرضه تعمل الفكره بتاعت الموز بقى. تروح تجيب شويه موس اللي هو الهزازه بتاعت التبن دي وتبتدي تحطهم على ايه؟ على الجله. وتبتدي تحطها فوق السطح كوم كده. وتبتدي تاخر نار بقى. تقول لك ايه؟ خليها اخر نار في الطراوه كده واحنا قاعدين نقرص الايه؟ الجله. تروح واخده الجله تروح مقاومها كوم تاخد حته كده تروح ايه؟ عاملاها قرص جله كده وبطاطا. بص تعمل ايه بقى؟ بص انا لازم تعمل كده. واخد بالك؟ القرص الجله يطلع بطبعا بصمه ايديها مش رابعه بقى خمسه ايه؟ تروح عامله كده الجله تروح شايلها ايه؟ تمام. تبتدي ترص يشبط في ايديها وترص على وترص بقى صف كده صف كده صفين ثلاث صفوف حسب ما تعمل. وتبتدي تعلى. النهارده عملت دورين بكره جبت جله ثاني اعمل 4 اعمل 5 لحد ما تعمل سور كده. لحد ما تعمل زي ما تعمل. بتبتدي بقى بتستغنى بيه عن ايه؟ حاجه زيت على الايه؟ على الولاد على العيال عشان ما ايه؟ ما يقعوش. طب انا بقى طب انت كده انت بتخبز. طب واحده ما عندهاش جله وعايزه تخبز. تبتدي تقول لك ايه؟ والنبي ما بسام ما عندكيش ب 2 جنيه جله او ب جنيه جله. كان بسات ربع جنيه بتاع. تقول لها على فكره القرصين او 3 اقراص بشيل. طب ان هم تشتري كميه القرص الجله. تبتدي تقول لها طب اديني ب 50 قرش هتاخد 10 اقراص جله عشان ده كان هدفه ايه؟ بيتعمل بايه بقى؟ ما الجله دي اللي بتخبز بيها الايه؟ بيخبز بيها العيش ده بقى كان فرن بلدي عباره عن ايه؟ يعني بيحمي بيه فرن عشان انت عارف لا مش بيحمي. ركز الجله دي مش اللحميه. انت عارف طبيعه الفرن البلدي اللي بيجي في الافلام اللي فوق اسمها اللي تحت محمه واللي فوق شروه. المحمه تبتدي تديها ايه؟ حطب. لا حطب بتاع الذره وبتاع الزق. طيب الحطب ده شغل والفرن وانا باجي بخبز بقى كده الفرن ضلمه او مفيش ضوء ينور لي. اروح حاطه تقول لك يا بنت تحت قرص جله في الشروقه. تروح حاطه في القرص الجله في الشروقه. كنت القرص الجله مولع منور. تبتدي تصغر لها الفرن تبتدي تشتغل. تبتدي ايه؟ كل ما الفرن يهدى منها يا بنت الفرن يهدي تروح حاطه ايه؟ حاطه قرصين جله. انت خايبه كده حاطه قرصين جله. انت ما بتعرفش تخبزي. تبتدي ايه؟ تعرف قرصين جله الشروقه وليس في الجله دي مخصصه للجزء اللي فوق اللي هو بيتحط فيه اللي بيتحط فيه العيش. اسمها ايه؟ البلاطه. بس في اخر البلاطه في اخره البلاطه تحدف في اخر البلاطه. في اخر البلاطه. تيجي بقى طب انا اقول لك يا بنتي طب خلينا نعمل لنا وانت بتخبزي كده يا بنتي يا عبيطه انت اعمل لنا فطرتين ولا اعمل لنا اي حاجه مسكره. اي حاجه مسكره كده. تقول لها بس ياما في اخر الفرن عشان ما يزفرش الايه؟ الحاجه. عشان ما يزفرش الفرن. طب اقعدي للتنه كده شويه كده للتنه حاجه كده
تروح عامله فطير وتبتدي في الاخر بقى ايه الفطير فيه فطير شامي وفطير بارد. الفطير الشامي بيبقى عباره ايه عن ذره خالص. ذره خالص بيبقى عامل زي البتاو بس على اكبر شويه والسمك بتاعه تخين شويه. لما تاكل بيبقى عامل زي البسيس حاليا. التاني بقى الكبير اللي هو ايه الكبير كده، دي كانت بتبقى ايه اكله والفرن شغال. طب ما يا بنتي طب احنا كده بالمره، طب ما نروح نجيب لنا كوزين ذره نشويهم بالمره والبراطه مسهله كده. طب اجيب منين ياما دلوقتي؟ ما فيش. انت عندك حسين حاج لسه زمان جاب الذره دلوقتي يروح يبص كده والنبي ياما رحت لسه ما عداش ما شافش عربيه واقفه قدام الايه؟ قدام البيت. يا بنتي طب روحي كمان مره منك لان الفرن هيهدى. واخد بالك تروح رايحه تاني. طب هات يا عم حسين ب 2 كيلو دول هات يا بنت. انت مين؟ انت بنت مين يا بنت؟ ده انا ابويا حامد الشومه بنت حسين الشيخ يخرب بيتهم ده مفتاح حجرك يا بنت. يروح فاتح حجرها يروح مديها ايه؟ طيب احنا عايزين بقى جبنا الذره اهو نشوي. يجي بقى ساعات تقول يا بنت خلي بالك كنت بتقشروا الذره عشان نطلع الايه؟ الجرابات لمين؟ كل حاجه كان لها استخدام. طلعها للغنم او نخليها للحمير. يعني تقشر الذره تاخد الجراب الذره تدي للحمير وتدي انت فاكر حتى اللي فوق دي كان اسمها ايه يا استاذ؟ شرشوبه ولا واخد بالك؟ نبتدي بقى ايه نفرق ايه؟ الذره. نتفق قبل ما نيجي بقى. احنا في البيت مثلا 10 15 احنا ايه جبنا كل واحد كوز او 2. طب انا واد صغير بقى وشقى واتمعط او النبي اديني حته تروح كسر لك حته بس خلي بالك من نصيبك. تمام. لما تيجي تطلع تمام هو ده بس. طب انا عايز حته والنبي يا عم عايز حته تقول له يا ابني اصبر يا حبيبي اصبر هو يطلع وناخد كلنا مع بعض. ماليش دعوه. طب خد بس هتبقى من نصيبك. ما ايه ما تطمعش. انت لك كوزين هتاخد نص لو خدت حته هتبقى ايه هطلع لك المره الجايه. ماليش دعوه انا مالي انا ماليش دعوه. انت تدي الكبير لسه الصغير. طيب خلاص يطلع يروح متقسمينهم خد بالك مقسمينهم على بعض وخلاص. طب احنا دلوقتي النهارده هتخبزوا ايه يا اما؟ اقول لك هتخبزوا يا ابني بالتاو. هتعملوا بالتاو ملدن ولا طري؟ في ناس بتحب البتاو ملدن والبتاو ايه؟ طري. يروح خابزين ايه البتاو ده عباره عن ذره خالص ذره شامي يخبزوا يطلعوا لما يكون طري يطلع البتاو من اول مره وتبقى ده عيش ايه؟ يعني انا حطيتها في النار خلاص هنفتحها في الفرن استوت طلعتها بقى ده عيش طري. طب احنا عايزين نقول لك يا بنتي طب خلي اخر فرنين ملدنين بعد ما بيعفن يعني بيقعد كده بيعفن تروح عامله ايه؟ بعد ما تطلع تاني زي العيش الملدن دلوقتي تروح مرجعها بعيش تاني اللي خبزته تحمص شويه بعيش ايه؟ ملدن. طب احنا دلوقتي انتوا بتخبزوا يا جماعه طب انا جعان بقى واحنا هناكل ايه وانت بقى؟ طب احنا عايزين ناكل. انتوا لسه ما عملتوش اكل تقول لك خد لك شويه دقه ولقمه طريه واعمل ايه؟ طب ماليش دعوه اروح واخد الايه؟ طب هات لقمه تقول لك خد حته لقمه تحط اللقمه تحت ايه؟ شوف الوصفه ده بالظبط نحط لقمه انا عايز احط لقمه هنا. طب اكل ايه؟ تقول لك خد لك شويه دقه من الازازه. تمام. بنعمل الدقه تفتح الدقه وتعبيها في الازازه بس كده او زي بتاع نحطها. طب تقول لك خد افتح ايدك تروح حاطها ايه؟ غمس بيها. تفضل انت ماسك اللقمه هنا والدقه هنا وانت ايدك كده بقى. طب انا لو قطعت اللقمه كده وحطيت كده مش هتضغط ما يبقى انا ما شلتش حاجه. طب انا عشان اشيل اعمل ايه؟ اروح اقطع اللقمه كده واروح اعملها كده بليلها. تقول لك يا خايب بيل اللقمه تروح اعملها كده واروح اعملها كده تروح شايله تروح ايه؟ واكل. متصبر بيها. يقول لك ده تصبير. ونحنن برضه. طب يجي برضه ايه طب احنا النهارده بقى ايه ما كانش كل يوم اكل زي كده زي ما انت متخيل لحوم وبتاع كنا الحد والخميس. كما هو يعني. الطبيخ ده لا الطبيخ رسمي الحد والخميس. طب تيجي بقى الست اللي كان مش اي حد بيطبخ. في واحده ماسكه البيت تطبخ وتمسك البيت هي اللي هي اللي بتدير العمليه. مين اللي هتطبخ النهارده؟ ده فلان مكسان. تيجي بقى احنا ايه نتمحلس حواليها وتطبخ. النبي اديني شويه مرقه. امشي يا واد النبي اديني شويه مرقه. انت بتجيبها سنه يا واد اسكت النبي انا هديني شويه مرقه بس هات شويه مرقه بس. تقول لك طب اجري هات الطبق وايه؟ اجري هات الطبق وتعالى. انا جايب الطبق ولا ايه احط شويه مرقه. بالك تروح جايبها ايه؟ كبش. خد ايه ده؟ وانا مش هاخد حاجه ولا هاخدها كده؟ يا واد اجيب لك ايه ماليش دعوه. دي جناح. طب هات ايه؟ لا مفيش جناحات ايه بس تصدق الجناحات دي كان حاجه كان بتجيب اللحمه وكان مع اللحمه كان الجزار يقول لك ايه؟ يعني انت رايح تقطع اللحمه كنت انا اروح اقول له اديني منابي. كان العيل الصغير له مناب في اللحمه بتاع الجزار. يا عم الحاج احمد منصور كان ايه بياخدني معاه انا عايز منابي. بقى ايه؟ على ما يجي دورك وقعد تسلي بقى وانت باصص اللحمه يروح مديك العرق الاصفر اللي هو الايه؟ العصب. تروح يقول لك خلي بالك لما تروح البيت بقى ده انا واخدها من الجزار دي بتاعي مالهاش دعوه بمنابي. كان اول كل واحد ليه منابي يعني ما تضحكش عليها وتقول ايه؟ تيجي بقى خد ايه والله شويه المرق نرجع المرق بقى تقول لي خد
طب انا مش هاخد حاجه، طب اديني حته. طب ما فيش، كل واحد عارف ايه النصيب، ماليش دعوه. يا هديك بتاع ماليش دعوه، طب اديني الحته دي العصا بتاعتي بس ما تجيش تقول تاني. انت بتبتدي تاخد ايه؟ منابك اللي اديهولك الجزار تاخده وتركن ايه؟ على جنب بقى، تقعد تشرب في المرقه واخد بالك، تقطع حته بتاع الاصفر ده وتقعد بقى. يعني كانت حاجات جميله قوي. كده خلصنا الاكل والشرب واخد بالك والايه؟ واللبس. في حاجه ثانيه ده نيجي بقى في تاني، في بقى يجي يقول لك ايه؟ طب كان في حاجه زمان اسمها الزريبه لو تسمع عنها. الزريبه دي كانت بتحط فيها ايه؟ ماشي. الحمير والبهايم والبتاع. الزريبه دي طبعا ايه؟ ما كانش في صرف زي ما قلنا قبل كده. يقعدوا يشخوا طول النهار فين؟ في الزريبه. طيب الصرف ايه؟ البيت بالذات معروف وعامل. طب انا هنعمل ايه؟ كانوا بيحطوا لي حل خايب قوي. يقول لك يا بنت ايه؟ طربي تحت الايه؟ طربي تحت البهايم. تعمل ايه؟ تروح جايبه شويه خرط من بره ولا شويه رمل، تروح حاططهم على الميه اللي شخاها واخد بالك؟ هي عملت ايه كده؟ هي دارت الميه بس عملت ايه؟ مع الايام ولا بتاع بقى التراكم ايه؟ الطينه. طب الطينه كان الارض مفيش بلاط ولا في حاجه. يقول لك احنا داخلين ايه؟ ده اسمها ايه؟ الدركه، ماشيين في الدركه اللي هي الصاله يعني. طب الله، طب الزريبه يا بنتي ده كده الزريبه عليت عن ايه؟ كده الزريبه عليت عن الدركه. ما كله تراب فترات من كتر الرديم كل يوم. الزريبه عليت عن الدركه. طب احنا نشوف بقى حد يقطعها لنا بقى، نقطعها ونوديها ايه؟ نوديها الغيط. تمام. يبتدي يجيب الحماره. ده السباق بقى. يجيب الحماره واسمه ايه بتاع الناحيتين ده؟ نسيت اسمه. اللي هو النحات. لا المهم ايا كان يبتدي يقطع بقى، وانت بتقطع وتضرب الفاس بقى بالسم. ريحه بقى بتاع 3/4 كيلو كده ولا كيلو ما تشمش يبتدي يروح واخد الايه؟ واخد السباغ ده يوديه الغيط مثلا فين؟ يعني في جامع السرايا، والغيط مثلا فين؟ قبل كرداسه كده. الحماره تمشي فيها، يروح منزل السباخ ويرجعه ايه؟ يحط مكانه ايه؟ خرط ناشف. طول النهار على العمليه دي. لما رجع الزريبه دي على المستوى الايه؟ على المستوى الطبيعي بتاع البيت، ترجع وهكذا وهكذا واخد بالك؟ وهكذا الايه؟ العمليه دي كلها لحد ما نكرر نفس الايه؟ نفس العمليه تاني. اظن مفيش حاجه تاني. الشارع كده خد حقه دلوقتي بقى. تعالى استاذ بسام يلقي نظره بسيطه كده على الشارع بقى. لا ده الشارع ده من كام؟ ده بالنسبه لسني انا يعني. لو جبت واحد اكبر مني تاريخ فتره السبعينات. لو جبت واحد اكبر مني هيحكي لك حاجات اكتر من كده بكتير. الستينات والسبعينات. تمام. تعالى دلوقتي امسك الشارع بقى دلوقتي تاني من الاول خالص. هتلاقي صنعه زي ما هي. هتلاقي بعد صنع مؤنس، ما كانش مؤنس زياده. هتلاقي زي ابراهيم برضه حديث. هتلاقي مين تاني؟ طبعا ميزان الناحيه الثانيه. لا ده على الصف ده. هتلاقي معمل الصالحين، هتلاقي حمدي البدوي، هتلاقي سمير، هتلاقي حاجات ما فيش. فين الروح بتاع زمان؟ ما فيش. فين عايز امشي بمنتهى الامان. انت ما تامنش تمشي انت ومراتك او انت وعيالك من الشارع. ليه بقى؟ اغلبيه 90% من الموجودين في الشارع سكان، وسكان مش ماشيين مع ايه؟ مع عاداتنا وتقاليدنا. انت بتمشي في الشارع دلوقتي تحس ان ده الشارع بتاعنا، ده الشارع بتاع زمان، ده الشارع اللي اتربينا فيه ونشأنا فيه. مفيش للاسف يعني. فدي كانت كل نبذه بسيطه عن الشارع. ولو في حد اكبر مني سنا هيضيف لك كتير جدا يعني. في حاجات اكيد حاجات نسيناها، معذره يعني ما نسيناش لحد. ده انا بذكر اجمل فتره في حياتي كلها. كل اللي ذكرتهم دول ناس افاضل وناس محترمه وطلعوا اجيال يعني. اغلبيه الاجيال اللي موجوده دلوقتي من الناس دي. وشكرا ان انت اديتنا الفرصه بس. شكرا.